السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الكرة في ملعبك، معاكم وحش الراديو في العربية خالد الغندور. النهاردة عندنا طبعا كلام عن الدوري المصري، وعندنا مداخلات مهمة جدا نعرف كل ما هو جديد في الرياضة المصرية، وأيضا هنتكلم أيضا على فكرة كل موسم لازم يطلع لنا لعيب جديد راح من الأهلي والزمالك أو من الزمالك للأهلي، لكن الحقيقة ان الموضوع واخد اكبر من حجمه. موضوع احمد دويدار اكيد هنتكلم عنه ونعرف الحقيقة فين بالظبط النهاردة. بس قبل ما نتطرق لكل حاجة لازم نقول ان تليفوناتنا 3835 رسائلنا 195 فريق العمل مينا المخرج طبعا المميز في برنامج الكرة في ملعبك، احمد سعد في الاعداد، رئيس تحرير البرنامج وزميلي وشريكي في تقديم البرنامج احمد جلال رئيس التحرير. والنهارده بسم الله ما شاء الله جاي بدري جدا. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن خالد، ويوم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عايزين نقول برضو ان مهيب عبد الهادي ابن بطوطه مش معانا لغايه دلوقتي، مش عارف هيجي ولا مش هيجي. على العموم نحن منتظرين مهيب عبد الهادي ابن بطوطه. احمد، امبارح الدوري يعود مره اخرى للنور بعد غياب اكتر من 40 يوم باربع مباريات. يعني حاجات غريبه حصلت برضو لازم نروح لها. بدايه كده طنطا بتتعادل مع المقصه اللي كان كسبان في الدور الاول 3. المقصه هنبدا الدور الثاني كالعاده، ترجع ريما لعادتها القديمه، والمقصه بتعمل فيها محمد علي كلاي في الدور الاول وفي الدور الثاني بتختفي. كامل بقى النتائج عشان هنعلق على باكج بقى للموضوع. تمام. نروح للداخليه واسوان. كابتن اشرف قاسم ملك التعادلات يتعادل مع اسوان، وهو تعادل مهم على فكره لان اسوان كانت مع اسامه عرابي في ملعب الداخليه في الشرطه، كانت متقدمه 1-0، لكن الداخليه بتتعادل، وانت عارف ان المنافسه على البقاء اقرب فريق طبعا اسوان والداخليه والشرقيه والنصر للتعدين والانتاج الحربي، دي الفرق القريبه من بعض. من سيبقى ومن سيرحل، فالتعادل ابقى الوضع على ما هو عليه، حتى كمان تعادل طنطا. وبالظبط وهما الاثنين على فكره التعادل مش وحش بالنسبه للداخليه تحديدا. امبارح كمان المقاولين وبتروجيت، احمد حسام ميدو وحسن شحاته تعادل بدون اهداف. طبعا دي اول نقطه بيحصل عليها كابتن حسن شحاته بعد ما اتغلب في المباراه الاولى او في كاس مصر على ما اعتقد. النهارده بيتعادل في الدوري بدون اهداف مع وادي دجله، واعتقد تعادل يعني مقنع. بتروجيت وادي دجله فرقتين مش ضعاف. في نفس الوقت الاثنين يعني تحس ان هم ما كانوش عايزين يخسروا بشكل اساسي. على فكره كانوا بيلعبوا في استاد القاهره. نروح للمباراه الاخيره وهي المقاولين والاتحاد، واللي شهدت حاجه غريبه جدا قبل المباراه على طول على الهواء مباشره. كابتن مختار بيتقدم باستقالته قبل المباراه وبيلعب امام المقاولين العرب، فالاتحاد يكسب مع مختار قبل ما يرحل، كانه في شيء لله يعني كان يقول له مختار انت مظلوم، تعالى هكسبك في دقيقه حاجه و60، وكالعاده كاتونجو هو اللي بيحرز الهدف. وبعديها بنشوف ان ماكيدا بيعود مره اخرى لتدريب نادي الاتحاد السكندري اللي عنده ازمه ماليه رهيبه، يروح بيتعاضر مع ماكيدا اللي بياخد بالدولار، او ممكن ياخد بالجنيه المصري زي الفيلم اللي احنا عايشينه اليومين دول، كل واحد يقول لك انا جايب حد بالجنيه المصري وما حدش بياخد بالجنيه المصري. صحيح. انت بقى وقفت عند مين؟ المقاولين والاتحاد. طب تمام. موضوع المقاولين والاتحاد اللي حصل بالظبط يا كابتن مختار قبل الماتش نادى زميلنا العزيز صلاح عقده، هو اللي ناداه. قال له تعالى انا عايز اعمل معاك لقاء عشان اعلن استقالتي معاك على الهواء مباشره الان. تمام. طبعا صلاح اتخطف وحدث جاله وراح متكلم وقال ان دي اخر مباراه ليا، وان انا اعلنت استقالتي، وان انا بلغت الاداره، بس اللعيبه ما تعرفش. طب انت بتتكلم على الهواء يا كابتن خالد، ما ينفعش اقول لك بيني وبينك، لان خلاص يعني الملايين سمعت والخبر هيتنقل. بس هو يعني هيبقى مثلا فاضل ربع ساعه الماتش، ممكن يكون اللعيبه خلاص مش معاها الموبايلات او حاجه، مش مركزه بقى غير في المباراه. يا كابتن ده الناس كلها عرفت، يعني في الملعب نفسهم عرفوا. فخلاص كله عرف. طب عايز اقول لك حاجه. اتفضل.
انت بتقول قال بس اللعيبه ما تعرفش. ايوه قال كده تقريبا اللعيبه كسبت امبارح. طب يعني بتحب بقى مختار؟ ده حاجه الحب والكره ما فيش حد بيكره مختار على فكره. وهقول لك على مفاجات في موضوع خالد قمر تحديدا. كابتن مختار طبعا ما اعلنش اسباب الاستقاله بشكل مباشر يعني، لكن تخيل حضرتك اما تكون قاعد بتقف بتكاتشن وفي الجو البرد اللي احنا فيه ده والهو ده، وانت لابس ترنج خفيف وما عندكش جاكيت، اصلا مفيش فلوس. لعيبه كابتن مختار والجهاز المعاون ادي واحد. لما تاخد النهارده 7 8 مكافئات ورا بعض للعيبه وتتجاهل الجهاز الفني، هل ده صح؟ ادي 2. لما تقعد 5 شهور انت ما تقبضش والجهاز المعاون اللي معاك بقاله 3 شهور او 4 شهور ما يقبضش، هل ده صح؟ طب اقول لك حاجه تانية. اتفضل. من اسبوعين يا احمد اسمه ده مختار قرر قولا واحدا لن اتنازل عن خالد قمر. بعد اسبوعين خالد قمر الاتحاد هو اللي تنازل عن مختار وخالد قمر فضل. ما انا هكمل لك يا كابتن عشان بقول لك في موضوع في خالد قمر تحديدا. لما تلاقي نفسك بتتمرن وانت معكش كرات اصليه او حتى كرات كافيه للتدريب، لما ما فيش لبس، لما ما فيش طب الناس دي قاعده بتعمل ايه؟ انا بجد مش عارف. جاي تقول لي النهارده ان ماكيده جاي. لو تفتكر يا كابتن خالد ارجع في الذاكره شويه ورا، ماكيده ساب الاتحاد السكندري بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش فلوس والدنيا مش شغاله، وساعتها كانوا قايلين ان هو راجل هيعمل فتح رياضي وجاي من ريال مدريد لو تفتكر وقصص وحكايات، ومشي الراجل. وبعد كده رجع مسك النادي المصري ومشي برضه بازمه، وكانت ازمه كبيره ساعتها، ورحل عن مصر وراح تقريبا السعوديه. تمام. هو بقى له حوالي سنه يعني الدنيا مش عنده في مرحله انعدام وزن يعني. فالنهارده هيجي ماكيده يوم ما ياخدش يا كابتن خالد، هياخد كام؟ مش اقل من $10,000 ده لو ميت قوي يعني، مش كده انا غلطان؟ لا بس يا جماعه انا عايز اسال سؤال بجد. يعني ماكيده ده عمل مشكله قبل كده مرتين، لكن سيبكم بقى مدرب كويس مدرب وحش، لكن بجد انت بتقول $10,000. $10,000 دول بالنسبه لمدرب اجنبي يعني مش لاقي. انا بقول لك ده لو ميت قوي يعني. يعني يساوي كام مصري؟ يعني انت تتكلم حوالي 170 لو بالسنه اللي هو. انا ماليش دعوه. اصل انا دلوقتي انا اجنبي. انا مش القصه بالنسبه لي مش مصري، القصه بالنسبه لي $. انا بتكلم في خزينه نادي الاتحاد اللي هي بتئن ومش عارفه تدفع مرتب مختار اللي ما يكملش 100,000 جنيه، وجهاز المعاون اللي كله على بعضه ما يكملش 100,000 جنيه. ما هو 100,000 جنيه يعني حوالي $5,000. تمام. انت مش لاقي بقى تدفع $6,000 مش لاقي تدفع اللي موجود معاك بقى لك 5 شهور وراح تقول لي انا جايب مدرب اجنبي. طب موضوع خالد قمر ايه بقى؟ خالد قمر كابتن خالد قمر لا عوقب ولا اتحقق معاه ولا راح عمره، استخبى بمعرفه كابتن مختار لفتره ما لغايه ما الموضوع ينتهي والموضوع يهدى والزمالك يهدى وخلاص. شكرا على كده. اتكلم جد والله العظيم. لا بس خالد قمر كان ليه رغبه انه يجي. خالد قمر كان ليه رغبه انه يجي، لما لقى كلمه اصل هم عايزين كاسونجو، اصل هم جايبين ما اعرفش مين، اصل ما اعرفش ايه، خالد قمر قال لك لا انا هفضل العب في فرقتي بشوف الوضع ايه. فاقتنع. فعملوا فيلم ايه ان هو متمرد وان يعني هو ما راحش عمره. ما راحش عمره ده يا راجل. يمكن عمل عمره في مصر وانا مش عارف. طيب على العموم الاتحاد السكندري بيكسب، والمكسب ده حاجه كويسه ليه جدا لانه وصله للنقطه 23 وخلاه فوق وادي دجله وفوق الاسماعيلي اللي عندهم 22. طبعا وادي دجله تعادل، كان عنده 21 تعادل، وكان الاتحاد قبليها عنده 20، الاسماعيلي عنده 22. ولكن الماتش اللي جاي بكره عنده مين؟ عنده الاهلي في استاد السويس، والاهلي اللي لسه خسران السوبر داخل بكل قوه عشان يفوز بالثلاث النقاط. اتحاد سكندري في المركز التاسع، قد تركوا مختار في المركز التاسع ويتولى مكيده المهمه الفنيه. نروح ل طبعا النهارده عندنا 3 مباريات يا احمد. النهارده الساعه 2:30 سموحه والشرقيه. الشرقيه بيقبع في المركز الاخير 8 نقاط، وتقريبا الشرقيه شكرا ميرسي وهارد لك يعني يعني ولا الامكانيات اللي موجوده. الشرقيه على فكره عماد النحاس مسكها بعد ما كان ماسك اسوان من السنه اللي فاتت، وبعد كده مسك الشرقيه طارق يحيى، ساب طارق يحيى، رجع طارق يحيى، راح طارق يحيى، رجع طارق يحيى، منير عقيله راح رجع بعد كده كلام ان العجوز هيمسك، وبعد كده ما مسكش، وبعد كده دلوقتي عماد النحاس هو اللي مسك. اللي رفض قبل كده يمسك الشرقيه يعني جاله قبل كده من حوالي شهرين ورفض، دلوقتي وافق. تمام.
على العموم هو محتاج معجزه يا كابتن خالد زي ما انت بتقول بصراحه. الشرقيه محتاج معجزه. خصوصا المشكله مش كمان فنيه مفيش معجزات في الدوري على فكره. المشكله مش فنيا بس، يعني المشكله فنيا واداريا. الناس بتتخانق مع بعضها، وكان في بيانات طلعت اثناء كاس الامم الافريقيه بس ما حدش كان دريان. الناس كانت مشغوله بالكاس الامم الافريقيه، واللعيبه كانت بتشير على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بيانات محدده عشان ينقذوا الموقف. منهم المعتصم سالم، منهم احمد عادل الباك رايت، منهم حسام حسن لو تفتكر الديفندر. لعيبه كبار بتشير على صفحاتها علشان بيانات علشان تنقذ النادي. طب مش انت صحفي كبير؟ لا مش قوي يعني. لا انت صحفي كبير وليك سنوات طويله في العمل الاعلامي. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. مين مدرب النصر التعدين؟ دلوقتي ما حدش عارف. انا مش فاكر، انا عارف ان هو اجنبي. ما قالوا ان هو في شركه اجنبيه جت علشان تمسك النادي وهتطور، وراحت ماشيه اسامه عربي. اسامه عربي مشي فجاه، تاني يوم مسك اسوان. وعايز اقول لك ان الموضوع ده اثار غضب وضيق وحزن شديد جدا لدى كابتن محمد عامر، لان كابتن اسامه عربي حتى ما فكرش يكلم كابتن محمد عامر، وده ضايقه جدا فعلا. لان محمد عامر مشي فجاه كده مع انه كان عامل نتائج مش وحشه يعني. طبعا مشي فجاه وتاني يوم لا، وكان جاي كمان مجموعه من اللعيبه بعد ما اتفق معاهم وتعاقد معاهم مشوه كمان فعلا. يعني كان جاي مجموعه في الانتقالات الشتويه، وبعد ما تواصل معاهم الاتفاق وجايين يمضوا، مجرد ما كابتن عامر مشوه. طيب على العموم انا على حد علمي ان النصر للتعدين جايب مدرب اجنبي، فمعرفش الحقيقه فين. بس النهارده هنشوف ماتشات ام بي والنصر للتعدين، وهنشوف على فكره حماده طلبه مش هيلعب النهارده. فاكر انا لما قلت لك المفروض حماده طلبه يرجع من منتخب عشان يتمرن لا مش موضوع هو هم قالوا كده قالوا بيتمرن مع المنتخب كل يوم. تمام. رجع بقى بره البتاع ليه؟ بره ليه؟ لان هو ما بقالوش يومين ثلاثه مع الفرقه فمش هيخش. وارد نشوف يعني برضه وجهه نظر وارد. تمام. ده ماتشات النهارده باذن الله، ماتشين فقط، سموحه والشرقيه الساعه 2:30. اما ام بي والنصر للتعدين فهتكون المباراه الساعه 8:15. حد يقول لي ليه سموحه تلعب مع الشرقيه 2:30 يعني؟ تفتكر عشان البرد والمطر؟ لا عشان البث مش البرد. لا بس البث 2:30 والماتش الثاني 8:15. يعني هم عاملين حسابهم عشان البرد بس. هو كان في ماتش مؤجل بصراحه. هو في ام بي والنصر التعدين ده 8:15 ده بعيد قوي يعني. المصري الماتش بتاعه اتاجل بسبب ان المشاركه في الكونفدراليه. على فكره رجعوا امبارح بالسلامه، اتغلبوا هناك من ايفاني النيجيري ومنتظرين مباراه العوده. وكانوا يعني الدنيا قامت وعليش الماتش هيتلعب في بورسعيد، ماتش هيتلعب في استاد المصري، هنلعب هناك امنيا ما اعرفش ايه. في الاخر قيل ان المباراه هتلعب في استاد الاسماعيليه خلاص قولا واحدا. ودلوقتي بياخدوا كارنيهات وبياخدوا اسامي، لدرجه في ناس بتكلمني خايفه تروح يعني تقول لها كابتن ده كمين ولا ايه؟ فاقول لهم لا يا عم مفيش حاجه، انت رقم القومي والبطاقه وروح، لان لاول مره جمهور البورسعيدي هيحضر مباراه. ده حاجه. وعايز اقول لك ان اقامه المباراه في الاسماعيليه هتطفئ نار غضب واحتقان مكتوم ما بين سمير حلبيه وحسام حسن. ان في ضيق شديد جدا من مجلس اداره النادي المصري من اصرار كابتن حسام حسن والجهاز المعاول ان هم يلعبوا ماتشاتهم كلها ببرج العرب. ده عامل لهم مشكله كبيره جدا، فلوس مشكله ماديه. تخيل تفتكر يا كابتن خالد السنه اللي فاتت الاهلي قال ان انا بعاني من ان انا بلعب في برج العرب بكل امكانيات وصولجان النادي الاهلي. فبالك النادي المصري اللي يا دوبك بياخد 600,000 جنيه كل شهر من المحافظه علشان ياخدهم حسام حسن بنفسه وهو اللي يبتدي يوزعهم. طيب هنطلع لفاصل ونرجع معانا التفاصيل مع احمد جلال. موضوع احمد دويدار، ايه قصه احمد دويدار اللي فوجئنا امبارح انه رايح النادي الاهلي بعد الاعاره 6 شهور لسموحه؟ نروح للفاصل ونرجع لكم تاني. ابعتولي على 1-590 رسايلكم دلوقتي حالا. وكل الناس اللي بتسمعني بقول لهم كل سنه وكلكم بتحبوا بعض. النهارده عيد الحب، الناس بتزعل جدا تقول ده حرام، ده حد يقول ما اعرفش ايه. يا سيدي احنا مالناش دعوه بالاستاذ فالنتاين خالص، احنا بنتكلم على ان الناس تحب بعض. هو يوم اتعمل للحب، وعلى فكره في يوم للحب مصري او عربي. الكاتب الكبير رحمه الله عليه يعني مصطفى امين وعلي امين هم اللي عاملينه يعني. بالظبط مصطفى امين وعلي امين. يعني اي حاجه فيها حب احنا بنشجعها يعني. القصه مش قصه مين وفلان وحرام وحلال يعني القصه ان هو يوم حب يعني. حب مراتك، حب والدتك، حب اصدقائك، حب والدك،
حب ولادك، حب زمايلك. يعني انا بحب احمد جلال جدا. ربنا يخليك يا كابتن. طيب ابو حميد. امينه عند بعضها. مينا الوحده الوطنيه. مينا ما ينفعش، لازم نحب بعض صح كده. وكمان يعني احنا كمان انا مسلم وانت مسيحي وانا زملكاوي وانت اهلاوي، فما ينفعش الكلام ده، لازم نحب بعض يا مينا. ماشي يا مينا، يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى، والنهارده عندنا عيد الحب، عندنا ذكرى رحيل الكبير ثابت البطل، وعندنا ايضا ذكرى رحيل الدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه، واللي جات له ازمه قلبيه في الطياره هم راجعين من المباراه، وكان قبلها بيوم بيطالب الناس في عيد الحب ان هم يحبوا بعض. هو توفى يوم عيد الحب في الطائره وهو راجع. معانا على التليفون طبعا مهندس فرج عامر. يا باشمهندس فرج، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن خالد. اولا طبعا ربنا يرحم الدكتور اسماعيل فايد، طبعا اخويا العزيز، يعني في الكفاح وشخصيه محبه جدا وشخصيه عطاءه جدا. وفعلا ربنا يرحمه، واحنا افتقدناه كثيرا جدا، لكن اعماله الجميله باقيه. للاسف ما فيش حد فاكر، تخيل، للاسف ما فيش حد فاكر. ربنا يبارك لك يا كابتن خالد. وطبعا الله يرحم الكابتن ثابت البطل، راجل عطاء على المستوى القومي وعلى مستوى النادي الاهلي. الله يرحمه. الاخلاص يعني والتفاني. دي الذكرى ال 12 لرحيله، اما الدكتور اسماعيل فايد دي الذكرى الثانيه لرحيله. الله يرحمه. الله يرحمه. مساء الخير يا باشمهندس. احمد جلال معاك. اهلا وسهلا. ازيك يا احمد؟ اخبار حضرتك؟ كله تمام. هو الدكتور اسماعيل كان راجع ساعتها من الطياره، كنتوا بتلعبوا في افريقيا مع مين؟ كنا بنلعب في تونس، وكنا بنلعب في تونس وكان راجع من تونس. تمام. وتوفى ساعتها، كان كلمك يا باشمهندس؟ توفى، كان بيكلمني. اتوفى وهو قدام شباك الجوازات في مطار القاهره. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. سبحان الله. الله يرحمه. بس هو قبل ما يتوفى سلم على الناس كلها. انا فاكر. الراجل يعني عطاء، كان بيودعهم. انت حضرتك عملت معانا مداخله قلت ان كانه بيودع الناس كلها. هو كان راجل يعني عطاء وبيحب الناس وخدوم وراجل نزيه وشخصيه جميله جميله جميله. ومتفائل دائما. الله يرحمه. والعلم سيادتك كان بيطالب، عشان بس برضه اول واحد يعني بعد اهو بتعديل الخطاب الديني. والله العظيم كان بيطالب بتعديل الخطاب الديني قسما بالله. الراجل ده كان راجل يعني عنده فكر جميل وفكر متحضر واسلوب جميل يعني. ومصري مخلص وشخصيه جميله جميله جميله. طيب نروح النهارده اول مباراه في الدور الثاني لنادي سموحه امام الشرقيه الساعه 2:30. بدايه كده، هي المباراه 2:30 ليه؟ مش عارف بجد والله يا باشمهندس فرج. السؤال ده انا اللي كنت هسالك يا كابتن خالد. يعني 2:30 هي ليه 2:30؟ هو كان في مباراه المصري بعدها اتاجلت اتاجلت مباراه المصري. طب ما تخلوها 5 طبعا مثلا. كنت اتمنى ان كانت تبقى 3:30 4:30 5، لكن خلاص. يعني عامل ايه؟ فيعني ده قرار اتحاد الكوره واحنا بنحترمه. طيب على العموم بدايه كده شايف مباراه سموحه والشرقيه ومؤمن سليمان ومدرب جديد. والله كابتن مؤمن سليمان هو راجل مؤدب، شخصيه مؤدبه جدا وشخصيه محترمه وشاب طموح يعني مجتهد وعنده فكر جديد كده وفكر متطور وقريب من اللاعبين وهو قدم مباراه جميله قوي في مباراه الاسماعيلي. عشان انا اتفاجئت ان الاسماعيلي كانوا يعني اللعيبه، لا الاسماعيلي اداؤه تطور مع المدرب الاجنبي. انا طبعا ماليش ان انا اتدخل في شانه، لكن كمشاهد لكره القدم، لكن سموحه كان اكثر تطور يعني، او لعيبه سموحه اكثر خبره. والكابتن مؤمن كان له لمسات كبيره قوي، غير طريقه اللعب واسلوب اللعب، وكان في روح عاليه قوي في الملعب. محدش يقدر ينكر ذلك يعني. كانوا بيتنقلوا الكره بسهوله جدا وبيسروا، وكانوا يعني كان بيلعب بفكر هجومي، ويعني بصراحه يعني انا انبسطت جدا من الاداء. طيب هو على العموم فوز سموحه فوز مهم جدا لانه في كاس مصر وطبعا فوز مهم. لكن الدوري بقى النهارده عندك الشرقيه وانت عندك 30 نقطه وفوقيك الزمالك 34 والمصري فوقيك على طول ايضا 34، بس المصري لاعب زيك 17 مباراه. انا عارف دايما ان طموحك على اقل تقدير ان انت تكون ثالث او في المربع الذهبي، بسبب ثالث ان انت تكون مشارك في البطولات الافريقيه. طبعا نفسي كده. طبعا احنا عندنا طموح، بس ده ما يقللش من الشرقيه. دلوقتي ما فيش فريق ولا كبير ولا صغير. انت شفت امبارح حضرتك طنطا لعبت ازاي. انا متوقع برضو الشرقيه مع الكابتن عماد سليمان هيلعبوا لعب جامد قوي. فاحنا مستعدين للمباراه استعداد كبير قوي، والكابتن
كان يعني مستعد استعداد كبير قوي، وفاهم اللعيبه طبعا كل المباريات على نفس الاهميه وعلى نفس الدرجه من الاهميه. فنتمنى ان دي تكون فتحه خير وبدايه طيبه لفريق سموحه عشان ندخل وناخد وضعنا ان شاء الله في المربع الثاني باذن الله. طيب عايز اسالك سؤال، يعني انا عارف ان طبعا مهندس فرج عامر وهو رجل يعني رجل اعمال وبيحسب كل خطوه من خطواته. ترك دويدار لنادي الزمالك ومجيء حسام باولو ومجيء حسام باولو للزمالك ومجيء احمد دويدار للنادي سموحه، هل انت فعلا تعاقدت مع دويدار فقط 6 شهور؟ هل ده كان طلبه؟ هل ده هيفيد النادي السموحه، خصوصا ان امبارح طلع كلام قوي جدا عن انتقاله للنادي الاهلي وايضا عن مفاوضات مع نادي قزم الكويتي؟ انا هقول لسيادتك طبعا احنا طبعا دويدار طبعا لاعب مميز. احنا ده هو يعني احنا اتفقنا مع الزمالك ان احنا ناخد دويدار اعاره لمده 6 شهور، ده اتفقنا معاه. طبعا انا كرئيس نادي سموحه اتمنى ان دويدار يكمل معانا، لان طبعا دويدار قدره دفاعيه لا يستهان بها. المعلومات اللي عندي ان دويدار ماضي لنادي كازما واخد مبلغ حوالي $25,000 او اكثر قليلا. في العقد بيقول ان هو لو ما راحش هناك هيدفع ضعف القيمه، هيدفع $50,000 اظن كده. ده المعلومات اللي انا عندي. خدت بالك ان هو لو ما راحش كازما هيدفع ضعف القيمه. وهو دلوقتي في اتفاق مبدئي بينه وبين الاهلي. لو الاهلي في النهايه خد دويدار هيبقى مطالب يا الاهلي يا دويدار ان هو يدفع ضعف القيمه طبقا للعقد الموقع بين دويدار وبين نادي كازما الكويتي، خاصه لان انا استعجبت طبعا. عاده الانديه الكويتيه ما بتدفعش مقدم، لان هو كان لاعب قبل كده في الكويت. انا عارف هو وصلاح عاشور كان لاعب في كازما الكويتي. دي المعلومات اللي عندي. يعني انا بعتقد ان المعلومات دي صحيحه يعني بنسبه 95%. يعني لو انتقل للاهلي او لاي نادي غير الاهلي غير قزمه مطالب انه يدفع $1,000,000 او 900,000 جنيه. يعني كده دي المعلومات اللي عندي. لكن انا بتمنى ان هو لو قعد معانا اضافه جميله. طبعا عندنا ناس كويسين في مساكين، لكن برضه هو اضافه قويه. طب هل هو بيتمرن بقى معاكم من ساعه ما رجع من المنتخب؟ هيلعب النهارده. هو هيلعب النهارده برضه طبقا لكلام الكابتن مؤمن سليمان النهارده الصبح ان هو هيكون من ضمن هيكون مساك من ضمن الفريق الاساسي. يعني النهارده بدايه اول مباراه ان هو يلعب معانا. تمام. اخيرا سمعت امبارح ان مجلس الشعب وافق على قانون الرياضه الجديد، خلاص يعني تم الموافقه عليه. لا دلوقتي اللي وافق عليه اللجنه التشريعيه ولجنه الشباب والرياضه. تمام. الاثنين وافقوا خلاص على قانون الشباب والرياضه طبقا لما انتهت اليه اللجنه المصغره المكونه من لجنه الشؤون التشريعيه والدستوريه ولجنه الشباب والرياضه اللي كانت برئاسه. وامبارح كان اجتماع برئاسه المستشار بهاء ابو شقه. تمام. وانا موجود طبعا. وكل الساده النواب من مجلس اللجنه التشريعيه ولجنه الشباب والرياضه انا بشكرهم جميعا. وافقوا بالاجماع على قانون الرياضه الجديد، وكان موجود وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، وكان موجود ورئيس اللجنه الاولمبيه الاستاذ المهندس هشام حطب. واعتقد ان دي هتكون نقله جميله جدا وخطوه كبيره قوي لمصر وللرياضه المصريه. وده القانون ده بقى له 40 سنه المفروض يرى النور، بقى له 40 سنه وبقى له 14 سنه اللجنه الاولمبيه عملت فينا يعني فرص. طب ده هيخلي حاجتين. عايز اسالك سؤال بس، هيخلي عشان الناس تهمها في القانون ده ايه؟ اولا هل القانون هيخلي عوده الجمهور موجوده؟ في اجزاء كثيره جدا بشغف الجمهور. انت عارف سيادتك آلية عوده الجمهور دي آلية بين اتحاد كرة القدم ووزارة الداخلية ووزارة الشباب. تمام. لكن دلوقتي اصلا النادي اللي عايز يرجع الجمهور يلعب على واحد من 6 ملاعب. وزارة الشباب اعلنت ان الملاعب دي جاهزة لاستقبال الجمهور طبقا لقرار النيابة الاخير اللي كانت باحداث قضية بورسعيد. ففي 6 استادات جاهزة من
حيث المبدا دي بدايه. واعتقد ان عوده الجمهور هتتم تدريجيا، لكن القانون فيه عقوبات رادعه جدا للمشاغبين. تمام. نمرة 2، ده القانون ده يخلي ان الانتخابات تقام في الاتحادات وفي الانديه؟ طبعا هو ده اللي هيعمل اللي قال. اول ما القانون ده يقر كل الجهات هتوفق اوضاعها، وفي خلال مده توفيق بعد توفيق الاوضاع هتقيم الانتخابات. طبعا مش عايزه كلام. طب باشمهندس، تعمل جمعيات عموميه غير عاديه عشان تعمل اللوائح بتاعتها، لان القانون ده كل نادي وكل هيئه بتعمل اللائحه بتاعته. باشمهندس انا اسالك اسئله سريعه. اولا اعاره احمد ديودار، انتوا اعاره ولا كان انتقال لمده 6 شهور؟ لا، انتقال لمده 6 شهور. انتقال لمده 6 شهور. انتقال مش اعاره. طب تعاقدوا مع قزمه، حضرتك عندك معلومات هو قد ايه، موسم ولا موسمين ولا 3؟ ما اعرفش. انا عارف ان هو ده المعلومات اللي خد $25,000، ولو ما راحش فعل العقد يدفع $50,000. دي المعلومات اللي عندي. تمام. اللي انا بعتقد انها صحيحه. بالتاكيد هي صحيحه. طيب هخرج لحضرتك لمكان تاني، يعني هو مش كره قدم، هو كره سله، لكن باعتبارك عضو مجلس نواب ورئيس لجنه الشباب في مجلس النواب. قدمت النهارده طلب سؤال رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه. طويل جدا مطول عن انتقال اتحاد كره السله من مصر الى ساحل العاج، الاتحاد الافريقي وما ترتب عليه من اثار يعني. تمام. طبعا اكيد حضرتك عندك الهيستوري كله والتاريخ كله، الموضوع كان موجود من ايام الوزير عامر فاروق. عندي الموضوع وعندي المشكله وعندي اساسها، والارض اللي اتطلبت 2000 متر ومصر ادتهم 1000 متر وهناك ادتهم 4500 متر. وطبعا احنا بنعمل علاقات افريقيه قويه جدا في ظل العلاقات الافريقيه القويه واهتمامنا بافريقيا واهتمام رئيس افريقيا. احنا ما عندناش اكتر من الارض على فكره. يعني ازاي يحدث هذا يعني الناس كانت خايفه ان مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم يتنقل، فوجئنا ان اتحاد السله هو اللي اتنقل. طيب ده اللي بحكي لحضرتك. تمام يا فندم. تمام. بشكرك المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب، وايضا رئيس نادي سموحه، على مداخلته معانا النهارده. عرفنا كل ما هو جديد. اهم حاجه موضوع ديودار ده، هو خد $25,000 من قزمه. تمام. فلو ما فعلش عقده يرجع ال25 ويدفع فوقيهم 25 يعني فاهم قصدي؟ نمرة 2 بقى الكلام الحقيقي عشان انتوا عارفينه. انور شلوفة هو وكيله. انور شلوفة بيقول ان هو ما مضاش، بس في كلام من الاهلي عايزه، لكن كل الكلام ده يا جماعة على ارض الواقع مش هيبقى حقيقة الا بنهاية موسم. ليه؟ اقول لكم ليه. لان الاهلي عايز احمد سامي، والاهلي عايز محمود علاء، والاهلي عايز دويدار. فالاهلي هيكون عنده فرصه لاختيار واحد منهم. فالنادي الاهلي هيختار مين بعد نهايه الموسم، لكن قولا واحدا ان دويدار خلاص بعد 6 شهور راح الاهلي، الكلام ده غير صحيح بالمره. هل الاهلي لديه رغبه؟ لديه رغبه، بس ممكن بعد 2-3 الرغبه تتغير، ممكن بعد 5 شهور الرغبه تتغير، كل حاجه وارده. لكن وبعد كده نمره 2 بقى الزملكاويه. هو دودار راح الاهلي، هو دودار ما اعرفش ايه، مع ان هم من 2 أو 3 دودار ملوش لازمه، دودار لازم يمشي، اصل دودار ما بيلعبش، اصل الزمالك عنده محمد مجدي وعنده الونش وعنده علي جبر وعنده اسلام جمال وعنده ما اعرفش مين. فيعني انا مش عارف ايه يا جماعه الضجه. انت قلت امبارح يا كابتن خالد، انا لما قلت على كره ايفونا انا الاسد اهو. بالظبط. الاهلاويه كانوا بيعايروا الزملكاويه بالجون ده. امبارح الزملكاويه بيعايروا الاهلاويه ان هم ياخدوا دودار بكلمه انا الاسد اهو. على اساس ان دويدار يعني وعلي جبر كان هم ايفونا اللي رقص دويدار وعلي جبر، فكانوا بيتريقوا على دويدار. فالعكس بقى. سبحان الله. هذه هي كرة القدم. هذه هي كرة القدم. على فكرة يا جماعة امبارح بعض الناس زعلت من اللي دخل معانا يتكلم على حسام غالي، مع ان سبحان الله يا جماعة احنا دايما كده، لا الزملكاوي يحب يتريق على الاهلاوي والاهلاوي يحب يتريق على الزملكاوي، لكن ما يحبش حد يتريق عليه. سبحان الله. لكن ما تيجي تقول لا عيب تتريقوا على الاهلي او عيب تتريقوا على الزمالك، طب يبقى المشجع يا احمد يقول ايه؟ عيب اتريق على الاهلي والزمالك، او عيب اتريق على الزمالك والاهلي. يعني يوم مثلا ما رمضان صبحي وقف على الكوره يا نهار اسود على الزملكاويه اللي زعلانين والاهلاويه اللي هم فرحانين.
يوم ايفونا انا الاسد الدهودي، بعد كده يجي يقول لك خالد انت ما تقولش، عايز اقول لك لميس الحديدي، خير رمضان، هلا فاخر، ابله فاهيتا، مسرح مصر. أيوه. كل دول اتكلموا يا جماعه على كره رمضان وعلى الاسد اهو. غير كده انت دلوقتي كل الكلام كان ايه؟ كوره حسام غالي. الكوره ما حد كان كابتن حسام غالي قيمه كبيره. وانا قلت مليون مره يا جماعه قيمه الشخص هي اللي بتخلي الموضوع له اهميه. هو راموس ده مش من احسن مدافعي العالم؟ صحيح. لما الكوره طلعت بره ايه اللي حصل؟ يا خبر ابيض، ده جاب جول في نفسه كمان قريب، وبعد كده جاب جول. لو جون ايه ده جون تاريخي، لان ريال مدريد كان عامل رقم قياسي بدون خساره لفتره طويله. هو الجون ده اللي خلى ريال مدريد يخسر. صحيح. طب عايز طالما بنتكلم بقى عن النادي الاهلي، في كلام قوي جدا ان حسام غالي هيلعب اساسي الماتش بكره امام الاسماعيلي، قول لنا القايمه كده. ثانيه واحده. قائمه النادي الاهلي: حسام غالي، عماد متعب، حسام عاشور، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، احمد حجازي، محمد نجيب، صالح جمعه، كريم ندفد، جونيور اجاييه، سعد سمير، وليد سليمان، مؤمن زكريا، صبري رحيل، عمرو جمال، محمد هاني، عمرو بركات، اكرم توفيق، كوليبالي، محمد الشناوي، علي معلول، ميدو جابر. يعني مفيش عبد الله السعيد، مفيش احمد فتحي. لا ده مفيش حسين السيد. مفيش حسين السيد. يعني حسين السيد اللي كان راضي عنه خلاص هيرجع علي معلول كده شكلها. او هيلعب صبري رحيل. تخيل ان علي معلول رغم وجوده ده كله في مصر وفي 3 ماتشات اهلي والزمالك ما لعبش ولا ماتش فيهم. 3 ماتشات اهلي والزمالك. 3 ماتشات. ما لعبش ماتش الكاس بتاع 3-1. تفتكر كوليبالي هيلعب؟ وما لعبش الماتش بتاع 2-0. وما لعبش الماتش اللي حمودي وبركات مش موجودين؟ حمودي عمرو بركات موجود اعتقد. استنى يا كابتن، عمرو بركات موجود لكن ما حمودي لسه برضه لسه بيجهز. دي قائمه النادي الاهلي. قائمه النادي الاسماعيلي بقى عشان برضه تبقى القائمتين معانا. ثانيه واحده. محمد عواد ومحمد مجدي لحراسه المرمى، باهر المحمدي ومحمد هاشم وريتشارد بافور الجديد دوت، ومحمود متولي ومحمد عادل جمعه وبهاء مجدي لخط الدفاع، حسني عبد رب ومحمد فتحي وعماد حمدي وعمر الوحش ونادر رمضان وابراهيم حسن واسلام عبد النعيم بتاعنا لسه جاي لخط الوسط. خط الهجوم كالديرون اللي احنا اتكلمنا عنه، وشكري نجيب واحمد الصعيدي، وتم استبعاد بوشه واحمد جمال ووليد عطيه من القائمه. ده بوشه ده لعيب جامد جدا. مصاب تمام. على العموم بس عايز اقول لكم ان ماتشات بكره الزمالك الاهلي والاسماعيلي الساعه 5. الاهلي والاسماعيلي او الاسماعيلي والاهلي عشان هي مباراه الاسماعيلي وهتقام في السويس الساعه 5. اما المباراه الثانيه فهتكون الزمالك والانتاج الحربي الساعه 8. بس الغريبه والعجيبه اقول لك حاجه لذيذه. فاكر السنه اللي فاتت اما الزمالك اتغلب من الانتاج الحربي والانتاج الحربي بيلعب 10-3-1. كان قبلها بيومين اللعيبه طالعه مع وائل الابراشي في العاشره مساء. تمام. امبارح اللعيبه طلعت مع وائل الابراشي في العاشره مساء قبلها بيومين، وبعد ما اتغلبوا الماتش الاولاني ابتدى يقول ايه، هل ينفع لعيبه تطلع قبلها بيومين لغايه الساعه 1 ولا 2 بالليل في برنامج وعندها ماتش بعد بكره؟ ما كانش يصح وغلط وكده. المهم طلعوا واتغلبوا 3-1 والانتاج بيلعب 10. امبارح اللعيبه طلعت، هنعرف ايه اللي هيحصل بكره. الانتاج هيكسب وهو 10 ولا الزمالك هيكسب، خصوصا ان طارق حامد وباسم مرسي وعلي جبر مش هيلعبوا بكره. باسم مرسي عنده 3 انذارات وطارق حامد وعلي جبر واخدين راحه سلبيه لمده اسبوع. تعالوا نطلع ده قرار حكيم. مين الحكام بقى؟ محمود البنا واحمد حسام طه وتهاني عبد الفتاح وطارق سامي ده الاسماعيلي والاهلي. سمير عثمان وتحسين ابو السادات وهاني خيري وابراهيم محجوب للزمالك والانتاج الحربي. ربنا يوفقك ان شاء الله. يعني نطلع تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا. ابعتوا لي على 1-95-0 حالا دلوقتي. انا عارف جاي لي حاجات كتير قوي. على فكره واحد بيقول لي اسماعيل فايت توفى العام الماضي، يعني دي الذكرى الاولى يا خالد. لا دي الذكرى الثانيه. لا دي الذكرى الثانيه حضرتك، دي الذكرى الثانيه. هم كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت. ما كانوش بيلعبوا السنه اللي فاتت. مش السنه اللي فاتت. رسائل كتير قوي جايه لي على 1-95-0. ابعتوا لي حالا دلوقتي. تليفوننا 38-353-315. يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى. كلام قوي جدا ان بكره صالح جمعه هيبتدي اللقاء. صالح جمعه هيبتدي اللقاء. هو مش كلام قوي، هو هيبدا اللقاء.
يعني انا بص انا دايما هو لعبوا الماتش اللي فات اساسي. يعني انا بص يعني دايما مكان عبد الله السعيد بقول لا اساسي فين؟ لا مكان مع عبد الله السعيد اصلا. لا انا عايز اقول ان هو بقول كلام قوي، لان طبعا حصل حاجه، حصل محتاجه، انا ما بحبش انبر فيها، حد جاله برد، حد جاله يعني بنقول كلام قوي، يعني ان صالح جمعه هيلعب بكره، وصالح جمعه اعتقد لو ركب هيبقى فارق جدا جدا. بالظبط كده. تفتكر مجدي عبد العاطي هيلعب فين؟ مجدي عبد العاطي بعد ما ساب الاتحاد هيلعب فين؟ مجدي لا طبعا، مجدي كان لعيب كبير وكان راس حربه كبير، بس مين قال كده؟ هيدرب فين؟ لا هيدرب فين؟ مجدي عبد العاطي كان راس حربه على قده. هو معانا على ايه؟ مجدي عبد العاطي ده احسن حارس راس حربه في مصر. كابتن مجدي هو حميد صباح الفل. ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا كابتن مجدي؟ طبعا دي مش غيبه يا جماعه، كابتن مجدي عارف سمع كل كلمه من الاول يعني. ازيك يا كابتن مجدي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. اولا مبروك ماتش امبارح. ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله. وهارد لك ان انتوا سبتوا الاتحاد. كل حاجه عكسها. مجدي عايز اسالك سؤال، انتوا عرفتوا موضوع ماكيدا ده امتى؟ لا ما عرفناه بعد ما الدنيا سالتنا، يعني بعد الماتش يعني. لا والله العظيم. والله يعني في خلال 90 دقيقه جابوا تليفون جديد؟ لا الله اعلم بالتفاصيل يا كابتن خالد والله. لا بس انتوا شميتوا خبر يعني اكيد يعني. لا خالص. اصل الكابتن مختار فجاه قال لصلاح العقده تعالى عايز استقيل قبل الهوا، فاكيد حد قال له حاجه يعني. بص لا احنا متفقين من امبارح ان الكابتن هيطلع قبل المباراه يقدم استقالته، وهو مبلغ مجلس الاداره من قبل الماتش بيوم ان هو ده اخر ماتش ليه ومش هيكمل بعد كده، يعني لانه الموضوع يعني هو شايف ان الامور يعني كده الحمد لله لحد كده، ومش هنقدر ندي مع النادي الاتحاد بالشكل اللي احنا كنا يعني متمنيينه واللي يرضي جمهور النادي الاتحاد السكندري. فبعدين احنا بقالنا فتره كبيره جدا في يعني مشاكل بالنسبه لينا كجهاز وبالنسبه للفرقه، فكابتن مختار يعني قرر ان هو يحترم شغله ويحترم ثقته مع اللعيبه ويقدم استقالته. يعني يمكن احنا حتى كمان كنا قدمناها بعد مباراه الاسماعيلي بعد الراوند الاولاني، ومجلس الاداره يعني ابقى علينا واقنع الكابتن مختار ان هو يكمل وكملنا يعني، لكن الظروف فضلت زي ما هي. بص يا كابتن مجدي، انا بحبك تكون صريح، تمام؟ والله ما في. هقول لك حاجه بس اسمعني بس، هقول لك معنى ان الكابتن يقدم استقالته على الهواء مباشره قبل المباراه، ما يقدمهاش حتى في المواقع، وبعديها بنص ساعه الاقي ماكيدا موجود في مصر، يعني هناك اتفاق مسبق ما بين مجلس اداره اتحاد السكندري انه يجيب ماكيدا ويديله تذكره ويجي الاسكندريه ويمضي، وده الكلام ده مش اقل من اسبوع يعني. انا بقول لك على اللي انا اعرفه يا كابتن خالد، اللي بيحصل في الكواليس ده انا مش يعني انا ما اعرفوش. انا اقسم لك بالله اللي حصل اللي بحكوا لك ده عيب، مع ان انتوا تكونوا موجودين وهم عمالين يتفقوا، ده عيب. لا هو يعني دي حاجه بقى يعني ترجع لهم، انا ما اقدرش اتكلم فيها، ترجع لهم هم يعني. كل واحد بيشتغل بشخصيته يا كابتن خالد، وكل واحد بيشتغل بما يملي عليه ضميره يعني. انا بقول لك ده اللي بحكوا لك ده هو ده التفاصيل بالحرف. كابتن مجدي بعد استقالتكم والساعه 8 بالليل كده كان ماكيدا في مصر وبيوقع العقد وبيتصور وهو بيوقع العقد، ده معناه ان هو كان في مصر يا كابتن؟ يا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا السنه اللي فاتت لما اشتغلنا بعد بونيتش خسر تعادل او خسر باين من الداخليه، واحنا كنا بنمضي ثاني يوم، ما كانش فيها مشكله يعني. وبالتاكيد ان النادي والجهاز الفني موجود لما يبقى فيه تعثر او ما يبقاش فيه بس امبارح ما كانش فيه تعثر، امبارح ده انتوا كسبتوا. لا هم برضو هو بعد مباراه انبي في الكاس يا كابتن خالد الجمهور كان ضاغط على مجلس الاداره بشكل كبير جدا. انتوا اتغلبتوا 3 يعني. احنا اتغلبنا 3، فبالتاكيد النادي اداره نادي الاتحاد السكندري كان لازم يبقى عندها بدائل يعني. فبالتاكيد ممكن ده اللي انا يعني دي وجهه نظري، انا ما اعرفش ايه الحقيقه يعني. طيب كابتن مجدي بصراحه كده، وليد صلاح كان عنده حق انه يستقيل من بدري؟ كان عنده حق بصراحه، لان وليد انت عارف صديقي كان بيقول لي على حاجات كتيره جدا مرتبطه باللبس ومرتبطه بالفلوس بص يا كابتن خالد، هو يعني للاسف الحاجه اللي كانت مزعلانه انا ان جمهور الاتحاد السكندري موجود في النادي الاتحاد في المقر بتاع نادي الاتحاد كل يوم، وعارف كل صغيره وكبيره عن مشاكل الفريق. ومع ذلك كانوا بيحملونا احنا كجهاز وكلاعيبه فوق طاقتنا يعني. يعني اذا اردت ان تطاع يعني فامر بما استطاع يعني. انت شايف الامور
والاجواء عامله ازاي. فما ما ينفعش انت تقول لي احنا عايزين مركز رابع واحنا عايزين بطوله واحنا عايزين لازم الموضوع يجي ستيب باي ستيب. يعني انت السنه اللي فاتت كنت فرقه بتنافس على الهبوط، والحمد لله احنا اشتغلنا في ظروف كانت صعبه جدا جدا السنه اللي فاتت كفن يعني. لكن الاداره كانت موفره لنا حاجات كتير جدا كانت بتساعدنا في الناحيه الفنيه. السنه دي الامور دي اختفت تماما، مع ان يا كابتن السنه دي بصراحه معلش مع احترامي ده احنا قلنا الاتحاد مع مجموعه اللعيبه الموجوده بقى، حازم امام وخالد قمر ومحمد سالم وما اعرفش ونور السيد يعني لا يعني قلنا فرقه بقى بص يا كابتن خالد، احنا لما البدايه دي كان المجلس مساندنا بشكل كويس قوي. كنت تكسب بعدها بيومين ثلاثه تبقى في مكافاه. المعسكرات احنا كابتن خالد احنا بين الدورين حاولنا نعمل معسكر في القاهره هنا او في اي حته بره اسكندريه، بس عشان نبعد عن اجواء اسكندريه ونحسس اللعيبه ان احنا مقفول علينا يعني. ما عرفناش، مفيش فلوس، ما فيش. كابتن مجدي بصراحه كده واحده انت كنت مقفقف ليه من البرد انت وكابتن مختار امبارح كده قوي؟ في الجاكيت ها؟ لا بس عادي يعني معلش ما انا عايز اسال مش عارف. لا بس انا عايز اعرف يا كابتن خالد كان في ايه يا كابتن؟ كنتوا متبادلين قوي كده ليه؟ لا انا كنت بس ما جبتش لبس الشتاء معايا. ما جبتش انت لبس الشتاء معاك؟ بس هو طبيعي. بتتمرنوا كام كوره يا كابتن مجدي؟ لا بنتمرن ايه؟ بكام كوره؟ لا عندنا وفره الحمد لله في الكوره. كان عندكم وفره في الكوره؟ بس هي مش اصلي لكن ما قبضتوش بالكم قد ايه يا كابتن؟ لا والله هو القبض يعني الحمد لله. الموضوع صحيح، هو بس الكابتن مختار كان اكتر واحد فينا متاخر له 5 شهور. لا ما اعرفش، مش عارف 3 ولا 4 ما اعرفش الكابتن مختار قد ايه. وانا كان ما خدتوش يعني مكافآت فوز بقالكم 7 ماتشات؟ لا مكافآت الفوز دي احنا، ما انا بقول لك دي من الاسباب برضو اللي احنا عطلتنا شويه في الدور الاولاني، ان احنا كل مكافآت الدور الاولاني ما كناش خدنا مكافاتين بس من فتره كده يعني. ولينا بقت مستحقات لحد الان في النادي يعني. يعني كلها امور كانت مصعبه الموضوع شويه، وفي نفس الوقت كان في امور برضو داخليه كده كانت يعني مش جو شغل يعني. بس نقول الحمد لله يعني هي فتره الواحد اتعلم منها كتير ومر بظروف يعني هتاثر، هيبقى لها تاثير ايجابي ان شاء الله في الفتره الجايه مع الواحد يعني. كابتن مختار قبل الماتش بحوالي 10 دقايق ربع ساعه ان هو هيستقيل، وقال اللعيبه ما تعرفش. طب اكيد اللعيبه عرفت بعد اللقاء ده، مش كده ولا انا غلطان؟ لا اللعيبه كانت بتسخن يعني، ما عرفتش طول ال 90 دقيقه ما كانتش عارفه. لا اللعيبه كلها اتفاجئت بعد المباراه. يعني ممكن الجهاز الاداري بس عارف ان طبعا حد الناس بلغتهم يعني، حتى ما كانش في حد في الجهاز كله عارف غير انا والكابتن سعيد بس يعني ان احنا ده اخر مباراه لينا يعني. بس كويس ان انتوا تكسبوا في اخر مباراه يا كابتن مجدي والمقاولين يعني الحمد لله. وبره ملعبك كابتن خالد والثلاثه بونت رفعوك 3 مراكز يعني الحمد لله يعني. ممكن برضو تكون اول مره في تاريخ نادي الاتحاد السكندري ان الجهاز يمشي وهو كسبان يعني. الجهاز مشي وتشامى هرب وما حدش عارف حاجه. هو لا مش ما هربش، هو تشامى اللي بيقولوا البطاقه الدوليه ما جاتش. لا هرب. لا تشامى في مشكله يعني. انا نفسي في الجهاز الفني ما اعرفش مشكله تشامى فين، بس هو الولد برضو عشان اكون صريح معاك، هو الولد شخصيا يعني عنده مشكله، مش عارف ياخد قرار. هو حد قال له ان الفلوس بتتاخر في نادي الاتحاد او فالواد هرب. وهو على فكره تشامى ما سافرش وما فيش مكان ان هو يمضي معاه دلوقتي، لان انت عارف طبعا كل الدوريات القوائم بتاعتها قفلت. وتشامى موجود هنا في مصر، موجود في القاهره، مش عايز يتمرن. موجود في القاهره مع وكيل لاعبين. انا ما اعرفش يعني هو هربه بناء على ايه او مشاه بناء على ايه او بناء يا كابتن على انه ان شاء الله ممكن يكون في نادي الزمالك الموسم الجاي. اعتقد صعب نادي الزمالك مش يعني. الولد نفسه كان جاي نادي الاتحاد على اعتبار ان هو محطه. لا. ده كلامه يا كابتن خالد، ده كلام تشامى. انا جبت كلام تشامى مصور ومسجل وموثق. انا نسال سؤال بس، هو اللي قال. انا نسال سؤال مجدي اللعيب ده كويس؟ لعيب كويس يعني بس برضه عشان اكون صريح معاك يعني مش هو برضه لعيب نادي الزمالك مش سوبر يعني. لا لعيب كويس. لا اصل انا عارف ان انت كان في عدم قناعات قوي بيه اما شفتوه على ارض الواقع. لا بالعكس، لا هو لعيب كويس بس هو طبعا الظروف اللي حصلت دي وتردده خلاه ما بقاش مركز معانا قوي يعني. لكن لا يقارن بكاتونجو او كاسونجو. لا كاسونجو في حته ثانيه يعني
لكن ده اقل منه بكتير يعني. هو ده يعني المكان بتاعه كمان مختلف عن كاسونجو. الحته الهجوميه بتاعته برضو يعني مش زي كاسونجو الطريقه بتاعته يعني، لكن هو لعيب كويس جدا في تحت الفيرود ونص ملعب وبصير كويس جدا يعني. طيب هل ده ممكن مع قدوم ماكيدا وبتاع يدوا له فلوس ويرجع ولا ايه، ولا تفتكر الموضوع مقفول؟ لا ما اعرفش القصه، بس هو الواد اعتقد ان هو وكيله كلمنا قبل ما نمشي بيوم كده او يومين يعني، وقال ان احنا عايزين نحل موضوع تشاما وبتاع وكده، فقلت له ان شاء الله بعد الماتش المقاولين. وكيله مين يا كابتن؟ لا وكيله مش مصري يعني. وكيله مش المصري، غير وكيله المصري، لان هو خد $25,000 مناصفه بين وكيله المصري ووكيله الافريقي وهو كل يا احمد. انت قاعد في الشط ولا ايه؟ اشكرك كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام السابق لنادي اتحاد سكندري اللي رحل امبارح هو والكابتن مختار بعد الفوز على المقاولين العرب خارج الارض، ورحيلهم وقدوم ماكيدا مره اخرى لتدريب النادي الاتحاد السكندري. عايز اقول لكم حاجه بس عشان تعرفوها. الاداره مفيش حاجه اسمها امشي مدرب واجيب مدرب وهناك فشل اداري وعدم قدره ماليه. مهما تعمل ومهما تغير هيبقى الوضع على ما هو عليه. ممكن تكسب ماتش وبعد كده تيجي ترجع ريما لعادتها القديمه. انت تصلح الاداره وتصلح سيستم العمل وتعمل موارد ماليه ويكون في موارد ماليه ثابته، زي ما بيقول لك كده اما تروح مكان تشتغل فيه لو قبضت يوم واحد وبتاخد فلوس اقل احسن ما تقبض الضعف وتقعد 3-4 شهور ما تقبضش. ولا ايه يا احمد؟ مظبوط يا كابتن، مظبوط. وبعدين في انديه في مصر بتطبق ده، انديه مؤسسات وهيئات. يعني الفلوس اللي بتتحط من طلائع الجيش ولا الداخليه ولا والبتروشيت ما بقتش زي الانديه الثانيه، بقت اقل. لكن مثلا انت بتاخد 500,000 جنيه بتاخدهم في ميعادهم، الظروف كذا بتاخد مرتبك في ميعادهم، مكافآت الفوز كذا او مكافاه التعادل بتاخدها في ميعادها. اكبر فشل مر بيه نادي الزمالك على مدار 10 سنوات وخساره البطولات هو ان اللعيبه قعدت 2-3 ما تاخدش فلوسها. هروب اكتر من 8 لعيبه افارقه ومصريين خارج نادي الزمالك هذا النادي الكبير بسبب الماليات. كمان الاسعار اللي كانت بتوضع لبعض اللاعبين اللي هم ما يستاهلوش نصها من قبل ممدوح عباس، يعني لدرجه ان الزمالك دلوقتي بيدفع اكتر من 100 مليون جنيه غرامات وتاخيرات ورحيل بعض اللعيبه. وللاسف عندنا الاعلام بيسمي ترك اللعيبه لنادي الزمالك او للانديه بسبب عدم قدره الانديه على تفعيل العقود. يقول لك اللاعب هرب، ما يقولكش حاجه عن النادي. يعني فاهم؟ يعني انا مثلا جيت اتفقت معاك على عقد فقلت لي هتاخد 100 جنيه، هتاخد كل شهر 10 جنيه، فتديني 10 جنيه اول ما امضي، فتيجي الشهر اللي بعديه معلش مفيش فلوس، اللي بعديه معلش، اللي بعديه معلش، بقى عليك 30 جنيه، فتيجي تقول خلاص انا ماشي، يقول لك هرب، اللاعب هرب. زي بنايتي كده بتاع يعني حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه. وبعد كده يجي زي برضو الاسماعيلي السنه اللي قبل اللي فاتت خصم منه 6 نقاط. جون اويري بالظبط. يعني وتيجي يقول لك ايه اجوجو اللي هو قاعد يقول لك هرب وما اعرفش ايه وبتاع. ده الراجل اعتزل والزمالك عمال يدفع له كل $45,000 كل شهر. انت قلت معلومه مهمه ان هو يعني اصيب بشلل، ربنا يشفي كل مريض يعني. للاسف. واحنا عندنا دلوقتي لعيب في الاسماعيلي جاي اول الموسم وما مضاش، وفي ازمه وفي مشكله وفي قصه كبيره. مين ده؟ دلوقتي راح نادي اسوان، جون اوتاكا. جون اوتاكا، صح، جون اوتاكا هو راح على سبيل الاعاره من نجوم المستقبل. كل سنه وانت طيب يا بندق. وبقول لوالدي الحاج شوقي طلبه والست الحبايب الحاجه ام علاء وزوجتي ام يوسف كل سنه وهم طيبين بمناسبه عيد الحب. ده شريف طلبه من جريس اشمون. انتوا بتتريقوا على الكابتن حسام غالي عشان هو اللي فاضل من مأساة ماتش 6-1 ولا نسيت؟ بيبو وبشير سمير وحيد اهلاوي وافتخر. والله ابدا يا لا، هو الكلام ده طالع. بص يا سمير، عشان انت امبارح في السوشيال ميديا بداوا يفتكسوا ايه اللي ممكن يتقال. فيتقال ان ايه، اصل حسام غالي الوحيد الماتش 6-1 هو اللي كان لاعب ولسه موجود. حسام غالي هيفضل قيمه كبيره بصرف النظر عن 6-1 ولا غير 6-1. حسام غالي من افضل لعيبه مصر على مر العصور. احنا بنتكلم على الكوره وقيمه حسام غالي، وهقولها كل شويه، قيمه حسام غالي قيمه كبيره جدا.
والكلام ده علشان حسام غالي هو نجم مصر واحد نجوم مصر الكبار. طب انا عايز بس تفتكروا كمان طالما احنا بنتريق كده على اهلي وزمالك، طب ما تيجي نفتكروا مين اللي فاضل من 6-1 في ماتش غانا منتخب مصر. لا ما لسه في كتير، اشرف اكرامي موجود. يعني بس ما نقعدش نقعد نتريق على بعض. واحنا اساسا مصر اتغلبت من غانا في كاس عالم. هقول لك حاجه، عمرها ما حصلت في تاريخ اي بلد في العالم، يعني قليل جدا ما تلاقي فريق وصل للمرحله النهائيه للصعود كاس عالم ويتغلب 6-1. يعني حصلت دي حصلت مره واحده مع الاردن واورجواي. الاردن اتغلبت 5 على ارضها باين، وتعادلوا 0-0 في اورجواي. كان حسام حسن المصري بالظبط كده. لكن يعني هي دي الازمه الاسوأ لمصر على مر العصور في البطولات الافريقيه، يعني او اي مواجهه مع اي فريق افريقي. لا وكمان في المرحله النهائيه هل ده يقلل من شريف اكرامي؟ هل ده يقلل من محمد نجيب؟ هل ده يقلل من حسام عاشور؟ هل يقلل من حسام ابو تريكه، محمد صلاح، ابو تريكه، محمد صلاح، النني مين تاني كان مين اللي مشارك في المباراه دي؟ احمد شيدي ناوي، حسام عاشور، احمد شيدي ناوي، احمد فتحي ما كانش موجود اعتقد، مش عارف كان موجود ولا لا. بس وليد سليمان ولا وائل جمعه؟ وليد سليمان لعب الماتش ده. وائل جمعه لعب الماتش ده. اذا كلها احمد الشناوي نزل. احمد الشناوي نزل في الماتش ده. اذا كلها اسماء كبيره ويشار لها بالبنان سواء اعتذروا او موجودين. طيب ده ما يقللش من حد فيهم ابدا يعني. كابتن خالد عايز اقول لك امر مهم جدا جدا، اقسم بالله ارجوك بحاول اتواصل معاك من قبل ماتش الزمالك في نهائي افريقيا، ده عادل العاصي. طب هنحاول نكلمك عادل دلوقتي. كل سنه وانت طيب يا كابتن خالد. انا بسال عن مهيب، هو كل ما مريم تكلمه ما يجيش تاني يوم سيلي على ياسر الضبع. محمود سعودي شكرا والله مش عارف. لا مهيب بقى بيريح شويه، الراجل طالع عينه وسفر يعني بقاله فتره طويله. يبقى معانا بكره ان شاء الله. امنيه حياتي ان يكون عندي تيشيرت الزمالك بامضاء منك يا بندق. ربنا يسهل بس تيشيرت الزمالك ينزل ان شاء الله. هو هننزل ب 600 جنيه. لا مش حقيقه لغايه دلوقتي ما فيش حاجه. كلام خالد رفعت لما كنت واقف معاه قبل دخول الماتش مباشره. هو كان هناك ب 1300 ما يعادل 1300 جنيه يعني، انما هنا في مصر هينزل ب 600 جنيه. هو اسمه حسين مجدي اللي عايز تيشيرت ان شاء الله. ربنا يسهل يا حسين. مساء الخير على عيونك يا كابتن خالد. ربنا انا بعشقك يا كابتن، بس للاسف ان حضرتك زملكاوي، نفسي ما تبقاش دايما مايل للزمالك، انت اعلامي كبير، يا ريت تدي الاهلي حقه. بلغ سلامي لابن بطوطه وقول له نانسي بتسلم عليك. ايه اخوك منعم الشراوي. مين نانسي؟ مش عارف. مريم لنانسي يعطيك الصحه. طبعا يا استاذ خالد رجاء تكلمني. على فكره الدكتور اسماعيل فايد فعلا توفى من سنتين مش من سنه واحده. يعني 14 فبراير 2015 اثناء عوده سموحه من تونس كده. عشان حد بيقول يا كابتن اسماعيل فايد اتوفى العام الماضي، لا مش العام الماضي. طيب نرجع تاني ونقول ان دوري الابطال اوروبا دور ال16 جوله الذهاب النهارده عندنا برشلونه هيلاعب باريس سان جيرمان على ارضه، هيلاعب برشلونه. بنفيكا هيلاعب بروسيا دورتموند ان شاء الله. ماتشات مهمه جدا. دي الماتشات اللي بكره بقى 15 فبراير ريال مدريد هيلاعب نابولي، وبايرن ميونخ هيلاعب الارسنال. والثلاث 21 فبراير مانشستر سيتي وموناكو وبايرن ليفركوزن واتلتيكو مدريد. و22 فبراير الاربع اشبيليه هيلاعب ليستر سيتي، وبورتو هيلاعب اليوفي باذن الله. كوبر على فكره بيطالب الجبلايه بانطلاق الدوري الجديد 15 اغسطس بسبب اوغندا، يعني عايز الدوري يبتدي 15/8. بس للاسف بقى يا جماعه نفسي لعيبه مصر تاخد شهر راحه يا احمد. مش هيحصل يا كابتن خالد. يعني اللعيبه لازم، يعني هم مش مكن. ما هو عبد الله السعيد ده الانهيار البدني اللي فيه ده بسبب ان هو عمال متواصل 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 متواصل، منتخب واهلي في افريقيا وكاس مصر ودوري وسوبر الراجل طلع عينه. يعني هو مش آلة، مش مكنه. لازم على الاقل ياخد شهر راحه، يروح يزور والده ووالدته، يسافر مع مراته مع عياله، يحصل له نوع من الاشتياق، المفاصل تريح. عارف كابتن بركات كان بيعمل ايه؟ كان بيخرج مع عياله بعد في الاجازات السلبيه ويحرم تماما فكره ان وجود كوره. مفيش حاجه اسمها كوره. شكل الكوره ما يشوفوش. ذكي لكن للاسف احنا بقالنا سنوات ألضم في الموسم اللي بعديه على طول. طيب الزمالك يرفع صورة أحمد ديودار من على حافلة الفريق بتعليمات المستشار مرتضى منصور. لا هي مش تعليمات، هو طبيعي ومنطقي. يعني انت عندك اتوبيس عليه صورة ويدار،
هيخلوها ليه؟ الراجل انتقل لا ما ومشي. كانت اتشالت من بدري، انما اتشالت دلوقتي هو ليه؟ لسه راجل رايح بقى اول امبارح يعني، هيشيلوها. ما انت لازم طبيعي ومنطقي. هل ينفع تحط صوره على الحافله وهو اللاعب مش بيلعب عندك؟ هو صح ان هو اتشال. لا ما كان قعدت فتره يعني، اكيد صوره حازم امام موجوده على الحافله كده. لا 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 لا. طب هنشوف صوره الحافله دلوقتي. ماشي. لا بس خد بالك حازم امام اعاره يعني ممكن يرجع لك. طب ما احنا قلنا ايه؟ لازم ياخد حته من الاتوبيس. ما احنا قلنا ايه قلنا احمد ديودار كان اعاره. لا مش اعاره، لا مش اتقال كده الزمالك ان دلوقتي الراجل قال انتقال. لا هو راح اعاره 6 شهور، لكن انتقال من الزمالك لانه كان دخل في صفقه باولو. انت ناسي ولا ايه؟ لا ما هو قال لك ساعتها لا، وقال لك انا هروح القزمه. لا الحقيقه كمان ان دويدار عقده مع الزمالك بينتهي بنهايه الموسم. هيروح اعاره ازاي؟ يعني هو عقده هينتهي بعد 6 شهور. كان بكلام ان باسم يجدد ودويدار يجدد وجيمس يجدد. مهيب قال لي هناك من الجون، قال لك ان هو مش هيروح سموحه وهيروح قزمه. ما راحش قزمه ليه؟ لان هو عرف بقى ان الاهلي عايزه او حاجه. الاهلي كلمه وقال له ما تمديش لقزمه، او يعني خلي الفقعه دي فلوس قليله عشان نقدر لو خلصناك يبقى صفقه انتقال حر كانها مليون جنيه. لا وفي حاجه تانية، ما هو انا برضو لو فضلت في الزمالك مش هلعب، لكن لو رحت سموحه النهارده دويدار بيلعب اساسي، فلو لعب 6 شهور ده وعلي بمستواه ممكن يروح اهلي، يروح قزمه، يروح اي حته. لكن لو انت قعدت في الزمالك ما بتلعبش فبالتالي خلاص. المهم ان تسريبات احمد ديودار بينتقل الاهلي بدات من بقعه ارض اللواء، حيث يسكن اقاربه اللي سربوا الخبر لكل الصحفيين، وبعضهم كان يقيم في ارض اللواء. ارض اللواء. أيوة. على فكره ارض اللواء طلعت رمضان صبحي من ارض اللواء. احمد سليمان كان ساكن في ارض اللواء. ايوه بالظبط كده اول ما اتجوز. يلا نطلع خلي بالك بس محمد صلاح بقى عشان انتخبوه في تشكيل افضل لاعبي افريقيا في الاسبوع الاول في اوروبا. عمل جونين. عمل 3 جوان على فكره. يعني عمل جونين يعني. لا عمل 3 جوان، عمل جونين وضرب يعني. ما هو عمل 3 جوان ضربه جزاء بس جيكو ضيعها، يبقى هو عمل 3 جوان. طيب ملوش علاقه بقى ان جيكو ضيع ضربه الجزاء. فيعني ده كويس. انا كنت قلقان جدا يا كابتن خالد ان صلاح يفقد مكانه في الفتره دي. لا عايز اقول لك كمان قبليها بيومين رمضان صبحي عمل ماتش كبير وعمل جون، والماتش ده كسبوا بيه كريستال بالاس، واول ماتش يكسبوه من 5 ماتشات. يعني هم بيلعب وهو في افريقيا كان بيلعبوا بيتغلبوا. طب كويس يعني راجل عامل شغل كويس. وكان عامل جون قبليها كمان 10/10 عدى من كذا واحد عملها بالعرض، بس الان ده اللي هو الراس حربه بتاعهم حطها فوق العرض. ربنا يسهل بس، وكوبر يرضى عنه وما يفضلش منشف دماغه. اعتقد ان هو يعني ايه، لا خلاص طالما لعب هيتراجع بعد الشيء. لا في لعبه ثانيه يا كابتن خالد ممكن ما تبقاش موجوده في منتخب مصر الفتره اللي جايه. ما احنا قلنا هقول لك الاسامي تاني. قولها تاني للناس. احمد دويدار. ايوه. كريم حافظ. ايوه. احمد كوكا. ايوه. مروان محسن طبعا مش موجود عشان اصابه. طبعا. شريف اكرامي. ليه بقى عشان مشكلته مع احمد ناجي. يا راجل انا بقولها لك من الاخر بقى. طيب شريف اكرامي وجنش هو اللي هيخش مكانه. واحمد ناجي مستمر ولا مش مستمر؟ طب اقول لك معلومه. اتفضل. احمد الشناوي كان الحارس الاساسي في البطوله، يليه شريف اكرامي، وكان عصام الحضري الثالث. عصام الحضري وهو هناك قرر انه يرجع مصر واتخانق ومش عايز يحضر المؤتمر الصحفي. اما حصل ان شريف اكرامي اتعور، ما بقاش قدامنا غير عصام الحضري او قدام الجهاز انه يقعد على الدكه لان مفيش حارس. كده كان هيقعد على الدكه يا كابتن. لا لو ايوه كده. لا شريف اكرامي موجود، مش هيقعد على الدكه. ازاي يا كابتن؟ بيقعدوا 13. لا في افريقيا مش 13. لا كله 18 كله. لا في كاس العالم كل الاسماء بتقعد على الدكه يا كابتن خالد. ال 23 بيقعدوا على الدكه. في البطولات المجمعه. تمام. طب نتاكد بس من الخبر، لان انا عارف ان كاس العالم لكن دي 18. طيب نتاكد. نمره 2 شريف اكرامي هو اللي كان هيقعد على الدكه، وكان عصام الحضري بره. يعني اللي قاله شريف اكرامي نفسه بعد الاصابه ان انا كنت هلعب، وان الشناوي بعديه، وان عصام الحضري الثالث. لا انا قعدت مع كابتن احمد ناجي. ايوه. في هناك في ابو ظبي. قال لي بصراحه ان كفه شريف كانت الارجح من ناحيه الفورمه، لكن فنيا احنا شايفين ان الشناوي كان اعلى. واحنا كلمنا الحضري وقلنا له ان انت مش هتبتدي البطوله. وفي الكوريدور الممر في ماتش مالي نزل الشناوي عشان يسخن. تخيل كابتن احمد ناجي سابه وراح كلم الحضري، قال له مش عايزك تبص تحت رجليك، بص للماتش، انا شايفك في الماتش ده، انت هتلعب يا حضري. ولعب الحضري.
احمد ناجي هيقول له كده؟ والله يا كابتن ده كلام احمد ناجي اللي قال لك. ده كلام كابتن احمد ناجي ليا. لا واحمد ناجي مش هيكذب عليا. مع احترامي يعني الكابتن احمد ناجي مش هيكذب عليا. ايوه مع احترامي للكابتن احمد ناجي هيقول له انا شايفك يا حضري اهو، يعني شايفه ليه محمد الشناوي نازل الماتش هيشوفه فين؟ قال له ما تبصش تحت رجليك، خليك مركز وعيش المباراه، انا شايفك في الماتش. يعني الشيخ احمد ناجي كان عارف ان الشيخ احمد ناجي طبعا الشناوي هيتعور يعني. وعلى فكره ما دعبت قلت له خلاص بقى انت ماشي بعد البطوله دي. قال لي مين قال لك؟ ده كابتن هاني رده كلمني وقال لي انت هتمشي. قلت له انا جاي لي عرض من تشيلسي مش هكمل مع منتخب مصر. طب عايز اقول لك حاجه بقى، ليه انا بقول لك الشيخ احمد ناجي؟ لان اللاعب الوحيد الذي لن يتغير تقريبا هو الحارس. تمام. لكن مثلا لو رحت اللعيب كوره قلت له انا شايفك في الماتش ده لان عندك 3 تغييرات. تمام. يعني مثلا لو جه مثلا مصطفى فتحي في قاعد احتياطي فجيت قلت له مصطفى انا شايفك هتنزل وتجيب جول طبيعي ومنطقي، لكن ما تيجي تقول للحضري انا شايفك في الماتش ده، هو ده بيبقى يعني غريبه شويه. غريبه. عشان كده الشيخ احمد ناجي. يلا نروح لاغنيه وفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مره اخرى وبرنامجكم الكره في ملعبك. لقد حضر الشيخ. لقد حضر الشيخ. الشاعر بقى، الشاعر ولاعب الكره والمغني ومدرب على اعلى مستوى كابتن احمد ناجي. ازيك يا كابتن احمد؟ خير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ حب عليك وعلى مصر كلها بخير يا رب ان شاء الله. انا بدايه كده عايز قبل ما اكلمك في اي حاجه، انت اول واحد نزلت حاجتين البوست طبعا على الكابتن ثابت البطل الله يرحمه. النهارده الذكرى ال 12 على رحيله، هو رحل 2005. ايه اكتر حاجه ممكن تقولها لنا على الكابتن ثابت يا كابتن احمد؟ انا كاتب كده في اخر البوست انه القاك على خير يا ابو الرجوله. ابو الرجوله فعلا. لان هو قال لك جمله شهيره جدا يا كابتن بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي كسبتوه اعتقد كان 3-0. قال لك ما بقتش فرقه يا احمد. قال لي كله محصل بعض. ده كان على ايه؟ ده كان الماتش اللي هو اخر ماتش حضره بالبطانيه. اللي هو يعني هو في طبعا كان حالته صعبه جدا، فانا بطبطب عليه اخر الماتش كده وبقول له الحمد لله كابتن ثابت كسبنا 3-0. فقال احمد كله محصل بعضه. عارف ليه يا كابتن؟ لان الانسان ما بيحسش بقيمه الصحه وبقيمه اللي ربنا، النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها له. عشان كده لا والله يا خالد، يعني انا عايز اقول لك ان احنا في دنيا يعني فيها صراعات غير منطقيه خالص. يعني الصراعات قايمه على اشياء كلها فانيه، كلها ملهاش اي لازمه، كلها يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا العقل عشان نميز بيه. واحنا شويه يعني مشكلين على المساله دي. نمرة 2 يا كابتن، بوست حطيته قلت فيه أسامة نبيه، أنا يعني ما معناها أنت راجل ومحترم وأنا عارف أن أنت بعيد تماما عن موضوع حسام غالي، ورغم أن أنا كلامي ده هيزعل بعض الناس لكن لازم أقوله لأن ده كلام فعلا. أنا عايز أقول لك أن أنا يعني طبعا كل الناس عارفة أن أنا لحم كتافي وكل حاجة في حياتي من خير يعني مش محتاجة صحيح ان انا اقول كده. يعني كلنا ربنا بين جدران النادي الاهلي وتعلمنا واتجوزنا وكبرنا واولادنا كبرت وكل الخير اللي احنا فيه طبعا من النادي الاهلي ده ملوش دعوه خالص بان انا يعني حاسس باسامه، يعني ان احنا قاعدين على ترابيزه واحده وقاعدين واكلين عيش وملح يعني. لا سيبك من العيش والملح، العيش والملح ده حاجه خاصه بحياتنا الشخصيه، لكن الحياه العمليه انا شايف قد ايه ان هو يعني من الناس اللي فعلا راجل، وفي حاجات كتير بتطاله يعني هو بريء منها تماما. ان احنا كلنا جهاز، وعندنا مدرب كبير جدا اسمه دكتور كوبر، يعني ما اعتقدش ان حد هيملي عليه رغباته ولا حد هيفرض عليه اشياء. من البديهي ومن الموضوعي ومن المنطقي انه هذا الرجل هو قائد السفينه يعني. صحيح. انت اتخضيت لما نزلت الملعب يا كابتن؟ يعني المفروض كنتوا انتوا نازلين يتم تكريمكم على الانجاز ووصولكم المباراه النهائيه. والله بص يعني خلاص احنا الفتره الاخيره دي انت اعتدت على ايه الغير مألوف يعني لكن طبعا كان شيء طبعا مش حلو ان الجهاز احد اعضائه يتشتم. وفي ناس طبعا بتقول لي انت ما بتدافع عن
عن اسامه نبيه وما دافعتش عن ان شتموا الكابتن صالح سليم. انا اقل واضعف وبالنسبه للكابتن صالح يعني مش عايز اقول الكابتن صالح ده رمز كبير، وانا يعني اقل من ان انا يعني احط نفسي ان انا اكون مدافع عن الكابتن صالح. انا بتكلم على زميلك في الملعب وزميلك في الجهاز كده، لكن الكابتن صالح ده قيمه، هي تدافع عن نفسها وتدافع عن تاريخها وتدافع عن صالح سليم ده بالنسبه لي انا يعني الله يرحمه، هو اللي غير مجرى حياتي، وهو اللي ساعدني، وهو اللي رباني، وكلنا اتربينا على مبادئه وعلى قيمه وعلى كل حاجه جميله عملها للناس كلها. الناس بتقول يعني لا انا بدافع عن اسامه نبيه اللي هو في منزله اخويا الصغير او ابني او طيب ما تعجزش نفسك قوي كده يعني. تعرض لظلم يعني. بقول لك كابتن انت خاسس؟ انا خاسس السينما امبارح من 6 ل 9. خاسس ايه؟ اللي بيهزر. لا بجد والله كانوا داخل السينما خاشش في السينما. خاشش السينما من 6. لا بجد والله يا كابتن انت عامل رجيم صح؟ شويه يعني بروح واجي يعني عارف انت. انا الاكله بتاثر فيا، الاكله الواحده بتاثر في شكلي. ما انا عارف في اجسام كده. بس اروح بقى هل جنش بعد انت مشاهدته على ارض الواقع هل ممكن يبقى له نصيب في المنتخب شهر 3 اللي جاي؟ طول الوقت كان عنده فرص، حتى واحنا في الجابون لما قلنا هينفع استبدال كنت جايبه هو. وطول الوقت يعني حان الوقت يا كابتن ولا لا؟ طبعا لو يعني ما فيش، احنا انا بقول لك من قبل تنزانيا وهو في الدماغ يعني ان هو متواجد ان شاء الله يعني. لا انت عارف اصل بتكون مثلا بطوله مجمعه لسه ما فيش خبرات بتاع، لكن ما بيجي بقى لسه في وقت فبيبقى حان الوقت، فعشان كده بقول لك هل حان الوقت ان جنش يبقى موجود الفتره اللي جايه؟ احنا بنشتغل وبنبص على الناس ونشوف مبارياتهم وهم مكملين مش مكملين، مستوياتهم ثابته مستوياتهم متذبذبه، وعلى اساس ده بيبدا اختياراتنا. طيب متاثر يا كابتن ناجي باللي حصل في موضوع شريف اكرامي ولا الموضوع انتهى؟ لا خلاص يعني انا احمد جلال يعني يمكن معاشرني شويه، عارف انا بتصرف ازاي وعارف انا بحتوي المسؤولين ازاي وعارف ان المسائل دي ما بنتوقفش عندها. اهم حاجه عندنا مصلحه اللاعب وان هو يكون مرتاح نفسيا وان هو يكون احسن ما عنده في اجواء كويسه. طبعا انا شرحت قبل كده وقلت انه كان هدفي انه اطمن الناس انه شريف اصبح يعني متعافي، وفي ناس فهمت صح في ناس ما فهمتش صح. انا كمان قعدت مع شريف وشرحت له وجهه نظري وما فيش حاجه خلاص يعني الموضوع ما فيهوش حاجه يعني. طب انا هقول حاجتين بقى عشان كابتن ناجي كان قال لي اولا اذا كان في غلط من شريف فانا هبقى غلطان قبليه لان انا مربي شريف من هو عنده 9 سنين. فانا بالنسبه له فعلا قلتها كذا مره انا بمثابه اب ليه، لان انا فعلا اعرف شريف من هو عنده 9 سنين ففعلا مربيه. ده رقم 1. رقم 2 البيان اللي صدر على صفحته الرسميه هو كان مستأذن كابتن احمد ناجي قبل ما يقوله، ولو ان الكلمه اللي اتقالت في النص كانت طبعا يعني كانت غلط يعني حقيقه. يعني ساعات ابنك برضه بيحط عليك وخالد اكيد عنده عيال لا سيف ده سيف بيبهدله طلع عيني. العيال اليومين دول يعني متفتحين ومنفتحين والكلام اللي انت عارفه ده الفيسبوك والتويتر والموتر والدنيا، فلا طبعا لازم نستوعبهم ونستحملهم ومش مشكله خالص. بس يا كابتن يعني بص احمد طبعا حبيبك وصاحب حبيبك، بس انا دايما انا عايز اشتغل مهني اكتر من احمد شويه عشان هو حبيبك. لا في حاجه يا كابتن لا بجد في حاجه يعني انت مش حبيبي يعني ولا ايه؟ لا انت حبيبك. لا يا كابتن انت حبيبي، بس انا قصدي ايه ان في قبل كده كان موقف برضو ان ايه يعني انت قلت له انا والدك فقال لا انا ماليش والد يعني يعني انا علاقتي مثلا بكابتن احمد هي علاقه مدرب بلاعب يعني. ده اللي قال يعني كان عنده فتره بص يا خالد الانسان بيمر ببعض المراحل. كان عنده فتره هو كان زعلان حاسس انه لا في فتره لازم يلعب ولازم يكون موجود، فانت مشاعره بتتداخل. يعني ما هو انت ساعات انا ببقى قاعد معاك وبتقول كلمه مش طايقك مع ان انت بتمثل لي برضو حاجه يعني. صحيح وانت على فكره قبل كده ما تقطنيش قبل كده كتير يعني. فالمساله مساله لا يعني بس كوبر غيرك بقى يا كابتن احمد
يعني كوبر ما اللي بيغلط يعني لا بالعكس والله، بالعكس ده اللي الناس شايفاه، لكن هو فعلا ده انا بقول على كوبر ان ده حكيم الحكماء. يعني عنده حكمه غير طبيعيه، لكن في حاجات ما بيبقاش فيها بقى حكمه. يعني في حاجات بتبقى محتاجه قرار من الهيد، يعني من عشان الدنيا ما تبص. بالظبط كده. الحمد لله هي الدنيا عشان نلم الفرقه كويس ومتسيطر عليها كويس، وده باين على نتائجنا وباين على الانضباط في المعسكر والانضباط في المباريات. ده طبعا ده شيء جيد جدا يعني. طب الايجابيات كانت كتير قوي في البطوله دي يا كابتن، لكن بصراحه انت خسرت ناس كتير قوي في البطوله دي، صح؟ انا خسرت، لا يعني انا مش يعني عايز اقول لك انه يعني ويمكن انا قلت ده بمنتهى الوضوح يعني. في ناس انا كان في معرفة صدمت فيهم يعني الى حد كبير، ما كنتش احب انه يتسرعوا. يعني ما هو انت دلوقتي لو انت صاحبي واخويا وعم ولادي يعني فاهم انت ازاي، ما في تليفون يا اخي ترفعه عليا وتسالني بدل ما تحط راي يكون هو مش المظبوط. مش في مساحه بيني وبينك ان انت ترفع سماعه التليفون وتقول لي ايه الموضوع، ايه الحكايه، ونشرح لبعض ونتكلم مع بعض. ده اللي زعلني. على العموم انا عارف مين انت قصدك على مين، وهو طب يمكن في مواقف سابقه هي اللي خلتهم عملوا كده. لا بس دول كانوا عايشين مع بعض في بره في الغربه. لا انا مش عايز انا مش هقول مين بس انتوا كنتوا عايشين مع بعض في الغربه. طيب لا احنا طبعا احنا في ناس كتير مش شخص واحد يعني. لكن المساله يعني طبعا انا بيعز عليا افقد صديق او عزيز او طول عمرك يا كابتن او كده. طيب قبل النقد ومش النقد ده طبيعي ومنطقي. ما احنا بننتقدك يا كابتن. قبل ما نروح للشيخ احمد ناجي وموضوع عصام الحضري اخيرا، بعد موقفك مع الشريف ابتدت المواقع تقول ده الكابتن احمد ناجي اما يجي كوبر يعني هيترك الجهاز الفني، وبعد كده على ارض الواقع لقينا مش كوبر، مش كابتن احمد ناجي اللي هيترك، ده ممكن حد تاني اللي ما يجيش. يعني اتضايقت من المواقع اللي كتبت ده؟ لا هو طبعا انت عارف انت العالم الافتراضي ده انا ما بصدقوش. وجات لك المعلومه صح؟ يعني وصلت لك. مش عارف مين الشخص اللي بيكتب ده، عنده 3 سنين ولا عنده 5 سنين ولا عنده في سنه ثانيه ابتدائي ولا عايز يعمل بروباجندا ولا انا ما بصدقش الكلام دوت. انا بصدق يعني ضميري والشفافيه اللي انا بتعامل بيها، واعتقد ان كل الوسط يعني يعرف يعني. بس انت كلمت الباشمهندس هاني ابو ريده وقلت له ان انت عايز تمشي يا كابتن ناجي وجالك عرض من تشيلسي. لا بيهزر. طيب كابتن احمد ايه اللي يعني انا على حد علمي ان عصام الحضري كان عايز ينزل وزعلان من انه ما لعبش وان احمد الشناوي هو اللي هيبتدي وما كانش عايز يروح المؤتمر الصحفي لا ما حصلش والله. انا الحضري اتاخد كده وقت بسيط جدا، ولكن بعد كده قام بمهام عمله ككابتن للفريق، وكان اكثر من رائع. كنت مبلغه قبل البطوله، انت بلغته. اوكي مفيش مشكله. صح يعني الكلام ده صح مظبوط. وده اكبر دليل ان هو راجل نضج بشكل جيد جدا وعقليته بقت حاجه ممتازه، وبصراحه هو عمره ما خذلني في اي موقف ولا في اي حاجه. طب ايه حكايه الكوريدور بقى يا شيخ احمد ناجي اللي كنا بنقولها من شويه، كنا بنختبك فيها؟ ليه؟ ده هو الموضوع ماتش مالي. انا دايما اجهز الحارس الاحتياطي. يعني الحارس اللي يعني كنت بتلعب عليه نفسيا صح؟ بيجهز. فكر في المباراه وما تبصش تحت رجلك. انا شامم ريحه ان انت ممكن تبقى ليك دور في البطوله دي. في البطوله فبعد 25 دقيقه هو شال البطوله كلها. اصل انا كابتن احمد بيقول لي شامم ريحه ان انت هتكون ليك في الماتش ده، فانا اعترضت قلت له كابتن احمد ناجي يعني هيعرف ازاي ان الحضري هيلعب الماتش ده، لان الحارس يعني الوحيد اللي ما بيتغيرش بسهوله. البطوله فيها ماتشات مضغوطه كل 3 ايام وضربات جزاء ووارد اي حاجه تحصل. والحارس الاحتياطي والحارس الثاني، انا كنت في لوس انجلوس حارس ثالث. ولعبت ماتش مصر وفرنسا في لوس انجلوس. في لوس انجلوس. فالمساله يعني اكرام اتعور قبل البطوله ورحت انا وعادل خلف الكتف وعادل خد انذارين. بس انت لعبت وانت متعور اساسا. كنت متعور. كنت متعور. وده بيديك ان المساله دي على مر العصور في كره القدم. بس انت يا كابتن بقول لك ايه، انت رحت منتخب مصر منين يا كابتن ناجي؟ ترسانة. نعم رحت منتخب مصر منين؟ ترسانة. من الترسانة. رفضت ان انت تقعد احتياطي كتير برضه، انت استحملت كتير. لا هو طبعا كل واحد ليه وجهه نظر، وكل واحد ليه طموح.
ساعتها انا طموحي كان اللعب يعني، وده حق مشروع لاي لاعب. وصلك منتخب مصر اهو، لعبت اولمبياد. صحيح. الحمد لله الحمد لله. كابتن شهر 3 اللي جاي في مباراه وديه لمنتخب مصر المفترض، بس لسه يعني يعني المسؤولين هيقعدوا عليها ويشوفوا مصلحه الكره المصريه ايه ويشتغلوا عليها يعني. بس انا لازم تتجمعوا قبل الحاجات المهمه على الاقل مره. عندنا تونس، عندنا تونس طبعا في شهر 6. ف طبعا محتاجه شغل ومحتاجه بطبيعتنا يعني. احنا يمكن احمد عارف ومعاشر يعني ان احنا 24 ساعه في 24 ساعه شغالين الحمد لله. طيب هل شهر 3 ده الماتش هيكون على ارضنا ولا بره ارضنا لو في ماتش؟ لا انا الحاجات الاداريه دي هو المهندس بقى قبل هيك والناس اللي تمام. لانه انا يعني احنا بنقعد بعد كده لما تتحدد المواعيد وتحدد الاماكن بنشتغل احنا. تمام. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، مبروك الوصول للمباراه النهائيه ومبروك التصنيف. الحمد لله 23 على العالم ومنتخب مصر. فخر مصر يا رب دايما كده، دايما مصر دايما كده فوق ودايما في التصنيف الاول ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يوفقك يا كابتن احمد وتضم جنش ان شاء الله. شكرا. اشكرك يا كابتن احمد. اشكرك كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر. تعالوا نروح سريعا كده بعض اخبارنا. ابو ريده، هاني ابو ريده بيطير الى جنوب افريقيا لحضور طبعا السوبر الافريقي في جنوب افريقيا امام سان داونز اللي كسب الزمالك، ومازيمبي اللي كسب اعتقد كان فريق تونسي تقريبا. بس المهم دلوقتي ان ابو ريده اتكرم من انفانتينو بمناسبه وصول مصر للمباراه النهائيه، واداله درع تكريم كمان بسبب الموضوع ده. تمام، على حساب بونوتيت بيجاي الجزائري، صح انا افتكرت فريق جزائري. على العموم كمان عايزين نقول ان يوم الخميس اللي جاي النهارده جهاد جريشه بيسافر لجنوب افريقيا عشان هيحكم مباراه السوبر الافريقي. هم بيكافئوه لان هو ما حكمش غير افتتاحيه بطوله افريقيا امام الجابون وغينيا. وقلت لك يا كابتن ساعتها ما كانت الاسامه فتح معانا، قلت لك جهاد جريشه مش هيحكم ماتشات تاني ولا ثالث ورابع. اساسيه ثالث ورابع مش هيحكموا، وحتى لو وصل النهائي ما كانش يحكموا. المهم جهاد جريشه مسافر النهارده ونتمنى له التوفيق يا رب في السوبر الافريقي. عايز اقول لك ان بوشا، عشان احنا كنا بنتكلم عن بوشا، كان له شد في العضله الخلفيه وكان ضمن ال 21 اسم، لكنه دخل في موجه يعني انخرط في البكاء بعد ما اتاكد ان هو مش هيلاعب. كان نفسه يلعب الاهلي، كمان عايزين نقول ان استاد السلام اصبح الملعب الرسمي للاهلي في بطوله افريقيا. هو احنا عارفين ان هو الاهلي على ماتشاته بيلعبها في استاد السلام بعد موافقه الامن، لكن كمان ماتشات افريقيا في دور ال 32 او ان شاء الله في حاله وصول الاهلي دور ال 16 ودوري المجموعات باذن الله هيكون الملعب الرسمي هو استاد السلام في طبعا في السلام. نتمنى الخبر ده يكون بقى يعني مسك الختام. علي فتحي بيواصل التأهيل في الزمالك على امل المشاركه ان شاء الله. ربنا يشفي علي فتحي، اللعيب كويس جدا ولاعيب مهم مش للزمالك بس، والله المنتخب مصر. احنا بقى عندنا ازمه في مركز باك ليفت، وعلي فتحي من الناس اللي عندها خبرات وصغير في السن، وربنا يكرمه ويرجع ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين نقول كمان النادي الاهلي بيأجل مطالبه طبعا فلوس مروان محسن، علاج مروان محسن، لان مروان محسن هيتعالج على حساب المنتخب لانه اصيب مع منتخب مصر في بطوله رسميه. هو هيسافر المانيا اعتقد. تمام. وكنت اتمنى ان الشناوي يحصل مع نفس الامر، بعد كده في كويت ان الزمالك قال هيسافر فرنسا والشناوي ولا هيسافر فرنسا ولا حاجه، ده تعالى كنت التجمع الخامس، ويعني هو دلوقتي جاهز. بس الفكره ان انت بتوحد القرار. كل اللعيبه بصرف النظر عن مصر عربي كده بيلعب محترف بره محترف جوه، لازم يتعالج على حساب اتحاد الكوره ان دي بطوله مجمعه. عايز اقول لك ان الماتشين اللي جايين الزمالك عنده ماتش يوم الاربعاء مع الانتاج الحربي ويوم الجمعه في كاس مصر، وحصل هيكون خلاص في بدل. يعني ايه بدل؟ يعني الشناوي ماتش وجنش ماتش. كابتن حلمي امبارح كان معايا على التليفون وقال ان ده مش هيحصل، مش هلعب بسياسه الدور. هو اللي قال كده، ده كلامه. تراهن على ايه ان مش انا اللي براهن بقى، راهن هو. انا بقول لك هو تراهن على ايه ان في واحد هيقف هنا وواحد هيقف هنا. يعني هو قال مش هيطبق سياسه الدور، هو طيب. قال كده. عايز اقول لك حاجه تانية كمان، الكابتن محمد حلمي زعلان جدا جدا او متضايق من احمد حسام ميدو جه وتدخل وهو مدرب نادي وادي دجله عشان موضوع شيكابالا. محمد حلمي لغايه دلوقتي زعلان من جواه من شيكابالا. هو ما جاش اصلا المؤتمر. وما جاش المؤتمر في وجود احمد حسام ميدو، وشاف ان ده مش دوره لانه مدرب وادي دجله. حد تاني يقول لا ده صديق، ده ابن من ابناء نادي الزمالك وصديق شيكابالا الانتيم. مش قاعدين على قهوه.
ده مؤتمر صحفي وبتحاول تهدي الامور، فكان لازم كابتن حلمي يكون على الاقل يكون المدير الفني موجود. مظبوط. تمام. سعد سمير بيزيد اوجاع حسام بدري قبل قمه الدراويش، وبيقول ان هو يعاني من اجهاد شديد للغايه قبل ساعات. بس هو موجود في الاسماء اللي قلناها في المعسكر. بس اجهاد شديد من ايه؟ سعد سمير ما لعبش خالص. هو كان لعب ماتش مع حاجه غريبه جدا، ما لعبش في البطوله. هو انيس الشعراني ده على فكره في ازمه كبيره جدا، اللعيبه كتير جدا اشتكت منه، ما اعرفش ايه الحكايه يعني. تمام. احمد توفيق دلوقتي ممكن يكون بديل لمحمد ناصف كباك ليفت في ماتش الزمالك. محمد ناصف برضه بيعاني شويه لغايه دلوقتي محمد ناصف مش جاهز. كابتن محمد حلمي بيفكر ان هو يلعبه باك ليفت، لان معروف لعب في فتوح وده مقيد افريقيا، بس هو شايف ان احمد توفيق عنده خبرات، وماتش الانتاج لازم يكون حد تقيل يلعب الماتش ده، خاصه ان كابتن حلمي عايز اقول لك ان هو قلقان جدا من ماتش الانتاج الحربي طبعا، لانه بعد ماتش السوبر مباشره هو عنده مشكله ان لعيبه الزمالك مش عندهم ثقه زياده ولا حاجه، بس كابتن حلمي دايما عنده مشكله بعد البطولات الكبيره او الفوز بالبطوله ان اللاعب المصري بينزل بمستواه، وانا لما كنت في ابو ظبي قال لي الكلمه دي. لا انا معترض على الحته دي في حاجه، اتفضل. ان اساسا الزمالك وحش، يعني هو خد البطوله بس وحش. الزمالك فرحه الزمالك والزملكاويه بالبطوله بسبب جنش وضربات الجزاء، لكن اثناء المباراه واداء اللاعبين غير مطمئن، وبالتالي هم بعاد عن الفورمه، وعندك 2-3 تقال جدا مش هيلعبوا. انت بتتكلم على محمد ناصف، بتتكلم على علي جبر، بتتكلم على باسم مرسي، بتتكلم على طارق حامد، الاربعه دول مش هيلعبوا. فبالتالي هناك تغيير في التشكيل، واللعيبه الثانيه مش في الفورمه، تغيير في العظم مش في التشكيل بس. بالظبط كده، في العظم الفريق. لكن عايز اقول لك حاجه برضه، مش عايزين نجلس ذاتنا، يعني احنا قلنا نتكلم منتخب بس عمل انجاز في النهايه ووصل المباراه النهائيه. الزمالك ما كانش كويس، بس الاهلي ما كانش حلو برضه، يعني برضه لازم نقول الحقيقه. انت لو عديت كان افضل نسبيا من الزمالك. الفرص اللي حصلت في الماتش ايه؟ هي كره واحده اللي كانت على خط الجون، وكره لا انت نسيت حاجه مهمه جدا، ضربه الجزاء بتاع عبد الله سعيد. لا غير ضربه الجزاء بتاع عبد الله سعيد، تسديده مؤمن زكريا. لا خالص. امال ايه طيب؟ كابتن حسام بدري ذكرها في المؤتمر. مين اللي جاب كورنر اكتر؟ الزمالك ما خدش ولا كورنر يعني. بالظبط، والكابتن حسام بدري قال ان احنا خسرنا رغم ان احنا خدنا كورنر اكتر، وان الزمالك ما جابش ولا كورنر. هو بيتكلم عايز يدي دلاله، وفي المؤتمر انا كنت موجود في المؤتمر عشان كده انا عارف طبعا. عايز يدي دلاله ان الزمالك ما كانش بيهاجم. ماشي يا كابتن برضه معلش يا كابتن حسام، خانك التعبير في دي، لان كرة القدم ليست بالكورنر. زمان واحنا صغيرين كان يقول لك اللي يجيب ثلاثيات بقى الربع كورنر، اللي يجيب كورنر بربع جون، فاربعه كورنر بجون. احنا كنا واحنا صغيرين بنلعب كده، لكن في كرة القدم ما ينفعش مدير فني يقول ان الزمالك ما جابش كورنر وانا جبت كورنر. انا سالته يا كابتن بصراحه، يعني انت كنت جاهز لضربات الجزاء؟ فقال لي احنا لعيبتنا ما كانتش بتعاني من عدم التركيز، بتعاني من عدم التوفيق. فقلت له يا كابتن مين اللي كان محدد ليه ضربات الجزاء بالترتيب؟ قال لي رقم 1 وليد سليمان، وعبد الله السعيد بعد رقم 2 عبد الله السعيد. فالاثنين لما اتغيروا هم اول ضربتين اللي ضاعوا، فده ممكن يدي مؤشر. بقول لك ايه، ده وجهه نظر يعني. بقول لك لا مش وجهه. طب ما عبد الله السعيد شاط اول واحد وضيع. ايوه انا بقول لك وليد ايوه يعني لا يعني اصلا مثلا ايه، اما عبد الله نمره 1 وليد نمره 2 على اساس ان عبد الله ووليد مش هيضيعوا خالص. مفيش حاجه كده في الكوره. الضربه الاولى بتعمل مشكله على فكره، احنا كلنا قلبنا اتخلع، وعلي محمد علي كان معانا برضه على التليفون. احنا فوجئنا ايه البرود الاعصاب المتناهي اللي كان عند رمضان صبحي في الكوره اللي حطها دي، وكانت والجول طشه بايده، كان ممكن تصد، وكان بالظبط انا المفروض هتصعب. انا بقول لك كان في ضغط عصبي على لعيبه الاهلي اكتر من لعيبه الزمالك. نمره 2 معروف ان جنش افضل حارس مرمى في مصر في صد ضربات الجزاء، موهوب، عينيه على الكوره. يعني مثلا انت فاكر عبد الله السعيد جاب 3-4 تجوان في الشناوي بتثبيت، يعني بيثبته، يعني يروح يوقف كده فجاه الشناوي يتغير ويحطها على يمينه على شماله وات ايفر. ده حصل في السوبر الاولاني، عملها مرتين في الشمال، وفي ماتش كاس مصر حطها له على اليمين. لكن جنش بقى ما بيتحركش قبل ما الكره تتلعب، بدليل ان حسام غالي فضل باصله باصص له فما اتحركش الا ما الكره تلعب، فما راح حطها جامده طلعت عليها، حب يحطها يضمنها انها تعلى عن الارض عشان يبقى بعيد عن ايد جنش، فطلعت عليها خالص. بالظبط كده بالظبط. يعني مثلا واحد زي جون اجاي ده ما يشوطش ليه؟ يعني ده واحد محترف ب 2.5 مليون دولار، اما يبقى في الماتش التقيل ما يشوطش ليه؟ مش بالاحتراف يا كابتن. هو كان ماشي بترتيب معين، يعني هو ماشي ان كان بقول لك وليد سليمان رقم 1، عبد الله السعيد رقم 2، بعد كده يخش مؤمن زكريا، بعد كده يخش احمد حجازي، ثم حسام غالي. دول الخمسه اللي كانوا هيشوطوا.
لما حصل تغيير بسبب اجهاد عبد الله السعيد وسبب على فكره وليد سليمان اللي طلب التغيير، ده كلام كابتن حسام الغلباني. هو اللي طلب التغيير، فتربك له برضه المساله اكتر يعني. اضافه لحاجه مهمه برضه لازم نذكرها يا جماعه، الضربات الجزاء اتشاطت ورا مدرجات نادي الزمالك، والجمهور بصراحه كان له دور كبير جدا في تحميس وتحفيز لعيبه نادي الزمالك والضغط على شريف اكرام ولاعيبه النادي الاهلي. وطبعا جنش من النوعيه اللي ما شاء الله بيحب الجمهور جدا، وخد منه الجرينتا بقى اكتر والثقه اكتر فتالق. ممكن اعرف الجرينتا دي ايه؟ الروح القتاليه بتاعت ايه دي؟ بلغه ايطاليه. طب انت معلق عليها ليه؟ مش انا عليها، ده اللي قالها امبارح مهيب، قولا واحدا اللي قالها امبارح مهيب. الجرينتا ايوه الجرينتا، هم محسسين ان انتوا بتتكلموا ايطالي. هو عشان الكلمه اتقالت اكتر من مره فالناس عرفت. طب كوستا سيرا بوناسيرا حبيبي، بوناسيرا حبيبي. وعايز اتكلم تاني في انت نسيتني يا كابتن خالد، كنت اقول حاجه. جنش انت قلت جرينتا اللي هو بياخد الجرينتا من الجمهور. جنش من النوعيه اللي عندها ثقه كبيره جدا. الناس بتاخد عليه ان هو بيطلع لسانه بتاعه، هو بياخد ثقه بده على فكره. ايوه ثبات انفعالي وهدوء اعصاب. ويعني انا فاكر له جمله قالها امبارح في احد التصريحات التلفزيونيه لما نزل في ماتش الزمالك وصن داونز مكان كابتن احمد الشناوي. فبيقول كابتن موسى سلام بيقول له جاهز يا جنش، عايزك بقى تحمس اللعيبه وتحفزهم وما اعرفش ايه وتسقف لهم وتحييهم. قال لي بقول لك يا كابتن خد الجوانتي وانا هسقف لك واحييك وانزل اقف جول انت. لكن النتيجه 3-0 انا مهزر. وشال جولين على فكره لما نزل، يعني مش جنش نزل. شوف يا سلام. شوف طيب على العموم دي كانت حلقتنا النهارده من برنامجكم الكرة في ملعبك. ارجع تاني واقول لك يتصدر الدوري العام المصري النادي الاهلي برصيد 45 نقطه من 17 مباراه، يليه مصر مقصه بتعادل مخيب للامال امام طنطا 41 نقطه، الزمالك 34 نقطه من 15 مباراه، المصري 34 نقطه من 17 مباراه، وسموحه اللي لعب دلوقتي حالا والمباراه ابتدت 30 ما زالت النتيجه تعادل، سموحه والشرقيه 30 نقطه من 17 مباراه، بتروجيت السادس وطلائع الجيش السابع والمقاولين الثامن والاتحاد التاسع والاسماعيلي العاشر وادي دجله ال11 وامبي ال12 والانتاج الحربي ال13 وطنطا ال14 والداخليه ال15. اما الثلاثه اللي بيقبعوا في اخر 3 مراكز والمهددين فعليا بنزول لدوري الدرجه الاولى به، اسوان عنده طبعا 11 نقطه، والنصر التعدين 9 نقاط، والشرقيه 8 نقاط في المركز الاخير وهو نادي شعبي. نختم بقى بحاجه مش كوره خالص يعني بس حاجه مهمه يعني. الرقابه الاداريه تضبط تشكيل عصابي اثناء صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات اداره المحافظ الماليه شركات اداره المحافظ الماليه باستخدام مستندات مزوره، كما تم ضبط كافه المعدات والالات والاختام المصطنعه والمنسوبه للعديد من جهات الدوله. الرقابه الاداريه بتعمل دور كبير جدا يا كابتن خالد بصراحه، وبتاكد لنا كل يوم ان مفيش حاجه اسمها وزير وغفير وحد على راسه ريشه. اللي بيخطئ يعاقب مهما كان. دي كارثه على فكره انت بتقول ده كارثه. ملايين الدولارات دي كارثه. ملايين الدولارات واختام منسوبه لجهات في الدوله. يعني ممكن اروح اصرف فلوس، طبعا انا بشوف اللي قدامي فلاقي مثلا ده ختم وزاره الماليه او ده ختم وزاره الداخليه، فلازم اصرف. عندنا كميه ناس عندهم ضمير بسم الله ما شاء الله. يعني ما هو ده بتكلم عن الرقابه الاداريه، بتكلم على اللي بيعملوا الاخطاء. عشان كده بقول لك الرقابه الاداريه عملت شغل كويس جدا، وفي اكتر من واقعه تم ضبط فيها مسؤولين كبار ومسؤولين في الدوله خرجوا عن النص ولقوا العقاب. ودايما بقول لك كابتن خالد من امن العقاب اساء الادب. طيب نروح للاسبوع ال18. طنطا والمقصه تعادل بدون اهداف اتلعب امبارح، الداخليه واسوان 1-1، وادي دجله وبتروجيت 0-0، المقاولين خسر على ارضه من الاتحاد 1-0. النهارده في ماتشين، بدا المباراه الاولى سموحه والشرقيه 2:30، والمباراه الثانيه 8:15 امبي والنصر التعدين. بكره عندنا ماتشين، الاسماعيلي والاهلي الساعه 5 في استاد السويس، والزمالك والانتاج الساعه 8 في استاد بترو سبورت. وفي مباراه اجلت وهي مباراه النادي المصري البورسعيدي نظرا لاشتراكه في البطوله الافريقيه في الدور ال64، واللي انتهت بهزيمه النادي المصري من ايفاني النيجيري في الدقيقه 85 بهدف لا شيء. 4 ماتشات ب3 اجوان بس يا كابتن خالد، يديك ايحاء بايه؟ بان الفرق كلها خايفه بان انعكاسات البطوله الافريقيه والطريقه اللي لعب بيها كوبر بدات تخيم مع الاجواء. حتى ماتش الاهلي والزمالك والسوبر كان برضه نفس الكلام، وامبارح الماتشات نفس الكلام. الطرق الدفاعيه واللعب زي ما قال الكابتن اسامه نبيه، فكره الكومباكت ان انت بتقفل مربعات علشان تقفل المساحات وتقلل الفروق الفرديه اللي بين اللعيبه. كابتن اسامه نبيه قال لي ان كل الناس هتشتغل على الموقف ده، وفعلا زي ما انت شايف 4 ماتشات ب3 اهداف، ده ما حصلتش من بدايه الدوري.
تمام. نهضه الاهداف المصري كان هيلعب طلائع الجيش. تمام. والمباراه اجلت. بشكرك احمد جلال رئيس تحرير برنامج وزميلي في تقديم برنامج الكره في ملعبك. اشكرك احمد. اشكرك كابتن خالد، واتمنى ان كل الناس عرفت حاجات كتير قوي، ابرزها ان احمد دويدار من حقه ان هو يفسخ عقده مع كازما الكويتي مقابل دفع ضعف قيمه ما تقاضاه، وهو لا مش ضعف، هيرجع ال 25,000 اللي خدهم ويزود عليهم 25 يعني $50,000. بس هو خد 25 يعني بالعربي كده يدفع 25. والاهلي اتفق معاه ان هو يديله $1,000,000، هو تقريبا قيمه ال $50,000 دول. بس الاهلي لغايه دلوقتي على ارض الواقع لا، لان الاهلي عايز احمد سامي من المقصه وعايز محمود علاء من ودي. واحد فيهم هيجي من هو من الثلاثه بالظبط كده. دي كانت من اهم التصريحات اللي احنا خدناها النهارده من المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه. وغياب طارق حامد، علي جبر، محمد ناصف، باسم مرسي عن ماتش بكره، وغياب احمد فتحي وعبد الله السعيد وحسين السيد واحتمال سعد سمير عن مباراه الغد امام النادي الاسماعيلي. ومنطمن الناس واحمد حمودي كمان. ونطمن الناس على مسعد عوض، ان هو الناس كلمت عليه كتير. الفكره كلها ان هو كان بيتمرن مع كابتن طارق سليمان، فالكره جت في وشه فحصل له حاله اغماء، انما هو كويس الحمد لله. سليم يعني، الموضوع مش صعب ولا حاجه الحمد لله. ولو ان كده مسعد عوض بره القائمه النهارده. انا مش عارف ليه اللي يتم اعارته، انا مش عارف. يعني عندك الشناوي وعندك شريف اكرامي وعندك احمد عادل عبد المنعم وعندك ناشئين، يعني ما مسعد عوض كان يروح يلعب في اي نادي على الاقل كان راح المصري على الاقل الجاهز. ولا المصري ما بيروحش، الاهلي ما بيروحش حاجه المصري ليه؟ عادي، ما في ناس كانت هتيجي، بس اللعيب يبقى ليه وجهه نظر. يعني محمد حمدي زكي كان جاي له النادي المصري، لكن هو فضل ان هو يلعب في نادي انبي على سبيل الاعاره، وهو في الحقيقه كابتن خالد متالق جدا، يعني عمل ماتش كويس جدا مع انبي في كاس مصر. وجون انطوي عمل جونين في اول مسابقه، لكن كابتن حسام البدري يعني تقمص شخصيه باسم مرسي في التصريح الشهير لما اتقال له هناك يا كابتن حسام ايه رايك في اداء محمد حمدي زكي وجون انطوي في اول مباراه ليهم؟ قال لهم معلش اصلا انا مش متابع. بالظبط، على فكره اصلا انا مش متابع ده لازم يكون بقى سلوجان، خلاص سلوجان بتاع باسم مرسي. اصلا انا مش متابع. بشكر على فكره احنا رغايين قوي انا وانت، كل شويه ننهي ونرجع نتكلم تاني. خلاص انهي يا كابتن، رغايين جدا. مينا، بشكرك يا مينا مخرج الكره في ملعبك. احمد سعد طبعا اعداد حلقه النهارده، كان معاكم طبعا احمد جلال ينبوع الحنان ووحش الراديو في العربيه